باسمي وباسم فريق حملة إغاثة نرحب بكم أجمل ترحيب. نشكركم جزيل الشكر على حضوركم واهتمامكم. طبعا حملة إغاثة هي الحملة التي انطلقت كما تعلمون مع أو بالتزامن أو بسبب، خلينا نحكي، الزلزال اللي حدث في سوريا وتركيا، وانطلقت به جميع المؤسسات الشركسية بدعوة من الجمعية الخيرية الشركسية المركز. كما تعلمون كل المجتمعات في كل العالم تحدث أزمات وتحدث كوارث، ولكن المجتمعات الواعية هي التي تأخذ أو تجعل من الأزمة فرصة، وتجعل من المحن منح. لا أريد أن أطيل في المقدمة، الوقت ثمين، ولدينا قامات وأخوة لديهم خبرة في العمل التطوعي، وهم في مؤسسات رسمية وبمبادرات حاضرين اليوم حتى يتحدثون عن خبراتهم، فنبدأ بهم إن شاء الله تعالى. المهندس رائد تحبسن، وهو المنسق العام لحملة إغاثة وعضو هيئة إدارية. تفضل سيد رائد. نريد من حضرتك التعريف عن حملة إغاثة، بالإضافة إلى إيجاز عن أعمال فريق الحملة، كيف بدأت وإلى أين وصلت، بالإضافة إلى النتائج حتى اللحظة إذا سمحت. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طبعا عندما بلشت القصة تبعت زلزال البحر المتوسط زي ما كان مسمى شرق البحر المتوسط اللي صار تركيا وسوريا، يعني رأسا بلش المجتمع الشركسي يتفاعل بشكل فردي. أول شيء إنه نحن لازم نساعد إخواننا الموجودين هناك وجماعتنا الموجودين هناك، تعرفوا تعداد منيح موجود هناك، خاصة إنه مركز الزلزال اللي صار ضرب في تركيا يعني أصاب مجتمعنا الشركسي في زي ما بنحكي في مقتل، يعني نحن فأصاب القرى الرئيسية الموجودة هناك اللي فيها تعداد منيح من الشركس موجود هناك ومن القفاصيين. فرأسا بلشنا نرتب على أساس إنه نشوف كيف بنقدر نحن ندعم هذا الشغله، وكان الفكر مشترك عند جميع المؤسسات الشركسيه الحمد لله خلينا نحكي المبادرات الشركسيه. فاجتمعوا الكل وكونا لجنه سميناها لجنه الازمات او لجنه اغاثه سميناها، عشان تكون بفكر مستمر وليس لهذه الفعاليه فقط. نحن كانت الفكره تسميتها اغاثه وليس تسميتها بس زلزال تركيا وسوريا، عشان نحاول نعطيها استمرارية، تحاول تعطي إشي كامل يكمل هون في الأردن عندنا في حالة صار عندنا هاي الشغلات أو صار عندنا أي إشي. والحمد لله يعني بلشنا بالفكرة والكل اشتغلوا يعني على يد واحدة، وما شاء الله الحمد لله الكل تفاهموا إشي، وشكلنا اللجنة وشكلنا لجانها اللي هي اللجان لوجستية وإعلامية وقانونية ومالية، وبلشنا في جمع التبرعات تحت مظلة الجمعية الخيرية الشركسية، واخذنا الموافقات الرسمية لهالشغلة هاي. والحمد لله مجتمعنا ما قصر، يعني فاق كل التوقعات اللي كنا نحن متوقعينها يعني بشكل كبير جدا الحمد لله. يعني خلال ان شاء الله اسبوع 6 ايام بتطلع النتائج النهائية بتفرجيكم الارقام الكاملة، ولكن يعني من ناحية مادية وعينية فعليا ما حدا قصر يعني الحمد لله. يعني نحن خلينا نحكي على العيني اللي بنقدر نحكي هسه نحكي عنه عشان المالي بده شويه ترتيب عشان نطلعه بالشكل الكامل. العيني الحمد لله نحن قدرنا نطلع تقريبا تريلا طويله اللي بسموها ماكس هاي 1.5 تقريبا. وسبحان الله حظنا كمان يوم ما رحنا سلمناها للهيئه الهاشميه، عشان هذا بالتعاون مع الهيئه الهاشميه كلياته، لما سلمناها للهيئه الهاشميه لحظنا كانت بنفس اليوم اخذوا كليرنس الاردن بانهم يدخلوا لحلب ولما بعد حلب.
والقافله اللي حملت اغراضنا الحمد لله وصلت لما بعد حلب للمناطق اللي خارج حتى سيطره النظام السوري، كمان وصلت للمناطق هذا، وصلت لبعض المناطق اللي نحن بنعتبر انه فيها موجود فيها بعض من اهلنا اللي موجودين هناك، الحمد لله يعني اجت معنا مضبوطه الحمد لله منيحه. طبعا انا كثير بحب اشكر كل من ساهم من الهيئات اللي عندنا، عشان انه نحن قدرنا نثبت انه نحن ما نوقف نشتغل مع بعض نقدر نعمل شيء، وهذا اللي بدنا نعمله. يعني الفكره في الكوارث والاغاثه اكبر اسباب النجاح هي العمل، خلينا نحكي الجماعي والمنظم. ونحن ما شاء الله باول اجتماع قررنا انه نحن نعمل تنبثق من هاي اللجنه لجنه مستمره تفكر بطرق الانقاذ والايواء والهذا، تستمر على اساس تقدر تساعد مجتمعنا اللي موجود الشركسي والمحلي. نحن اذا كنا قدوه لهالشغله هاي وقدرنا انه نخلي شبابنا وصبايانا واعضائنا كلياتهم اعضاء المجتمع انهم يشتغلوا مع بعض. وشكرا لكم. شكرا جزيلا سيد رائد. وبيننا أيضا السيد سامر بلقر، وهو يشغل المدير العام لتكية أم علي. نرجو منك بداية التعريف عن تكية أم علي ودار أبو عبد الله، ولكونك أيضا من المحترفين في هذا المجال، فما هي النصائح التي ممكن أن تقدمها لنا في مجال الإغاثة حتى يرتقي العمل الاجتماعي إلى مستوى الاحتراف؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساء الخير. يعني احنا كمؤسسة مجتمع مدني في لنا حراك على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي، وسواء في البرامج المستدامة أو بالأزمات والتحركات الطارئة بتكون. وكان عندنا عدة تدخلات بغزة وبالضفة الغربية وبلبنان وهلا بسوريا وبالأزمات الداخلية بالسيول والهذا. يعني لوجستيا كونا احنا منظومة للتحرك السريع من خلال الأزمات. وبنبلش بموضوع السريع، بس قبل ما أحكي بالسريع يعني بدي أحكي عن المؤسسات المجتمع المدني، واللي هو عالميا صار القطاع الثالث، فهو قطاع أساسي من أركان الدولة إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص. وهذا يعني بحمله مسؤولية المواطن، المجتمع المدني اللي هو المواطن، وهاي المسؤولية هو عم بيعبر عنها طواعية الأغلب بتحرك باتجاه الفجوات أو الأزمات عشان يعبي ويساهم خلينا نحكي بالموارد البشرية أو المالية عشان يتعاطى مع هاي الفجوات، أو خلينا نحكي الحركات الغير طبيعية اللي بتصير بالمجتمع، ومن ضمنها الأزمات والكوارث. فالفرد هو العنصر الأساسي في التعاطي مع أي مشروع سواء أزمة أو غيره. وهنا بيجي دور مؤسسات المجتمع المدني اللي هي دورها إدارة الموارد البشرية والموارد المادية أو العينية. وهنا كل مؤسسة بتعرف الدور فعليا بهذا المسار، شو الدور تبعها عند الاستجابة للأزمة. وتعريف الدور بصراحة مهم جدا، يمكن هو أول خطوة بنطلق منها الشخص عشان يركز، أو بتنطلق منها المؤسسة تركز بمسار اللي هي عندها في القيمة المضافة الأكبر، واللي بتقدر تحقق منه الأثر الأفضل من غير ما تدخل بمسارات تشتت نفسها وتشتت مواردها ويكون الأثر بسيط هون وهون وهون. ولكن الأصل أنه يكون الأثر كبير بمسار بمسار محدد. ويمكن هون بعتقد، يعني أنا قريت قبل ما ندخل، طبعا في كثير هون أخبر مني، أنا بحكي عن تجربتي اللي خضتها من خلال خلينا نحكي مسار المهني.
البروتوكول اللي لازم يكون جاهزة أنه الأزمة بتيجي بشكل مفاجئ. هلا شدة أو سرعة المفاجأة، يعني بدنا نحكي مثلا عن الكورونا، كانت أزمة حقيقية، ولكن اجت تدريجية ولكن مفاجئة، مش يعني. فأعتقد لازم يعني يكون في بروتوكول عند المؤسسات للتعامل مع الظروف غير الطبيعية. وطبعا البروتوكول يعني بده يحدد أول شيء الشركاء، شبكة الاتصالات أو الشركاء اللي بده يتعاطى معهم سواء على المستوى الرسمي، والرسمي يمكن أهم شيء، لأنه أنت ما يعني يمكن يكون صعب جدا أنك تتحرك بدون شراكة مع القطاع الرسمي، اللي هو ممكن يكون بيفتح لك ابواب، بيعطيك تسهيلات او برشدك بحالات كثيره شو الطريقه الاسهل اللي انت تتعاطى معها. فلازم يكون في شبكه العلاقات او شبكه الاتصالات مع القطاع الرسمي. بعدين نيجي على القطاع المجتمع المدني اللي هو اللي صار يعني بمنظومه لجنه الطوارئ تحركت مع الزلزال بتركيا وسوريا، التناغم اللي بيكون موجود. وهنا الشراكة دائما تستدعي كمان إعادة تعريف الأدوار بين الشركاء بشكل مسبق، لأنه سرعة الاستجابة مرات يعني زي الأمبولانس، كل ما كانت الاستجابة سريعة وسرعة الوصول بيكون الأثر أكبر. بدنا قواعد بيانات تكون موجودة، القطاع الصحي، بأي قطاع، الهندسي مرات، لأنه التعامل مع الأزمة يعني في الاستجابة الأولى، ولكن في بعدين يكون في تبعات عادة للأزمات. يعني الكورونا كانت الأزمة الأولى هي صحية ولكن تبعاتها اقتصادية، فما بتقدر تفصل الأثر الاقتصادي عن منظومة الأزمة اللي تشكلت. فأعتقد يعني لازم يكون يعني في عندنا قاعدة بيانات راسخة، وطبعا دليل الإجراءات SOPs، يعني مين يعمل شو وكيف تعمل وليش تعمل وإمتى تعمل. كل هاي الأمور اللي أنا بتوقع يعني اللي عم بحكي كومون سنس أكثر، مش عم ندخل بشغلات، ولكن هو للتذكير. وسرعة الوصول إلى الموارد، هون يمكن شوي أحكي. الموارد ممكن تكون المادية تحديدا، وكيف أنت عم تتعاطى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. وإذا بدنا نحكي عن الموارد سواء العينية أو المادية، ولكن بدي أعطي هون تجربة، هون يمكن أحكي شوي عن تجربة تكيتم علي في موضوع كيف التعامل مع الموارد المالية بشيء بنسميه معرفش المصطلح تبعه بالعربي، الكراود فند، يعني التبرعات اللي مع أعداد كبيرة من الناس ولكن المبالغ بسيطة. وهاي المبالغ البسيطة بالنهاية عم بتكون مستدامة أو عم بتحصل بنهاية المطاف أو بنهاية السنة المالية مبلغ كبير. بس شو الفلسفة؟ طبعا هذا لازم يكون عندك أدوات. عم نحكي عن خلينا نحكي التبرعات الإلكترونية، عم تعطي أدوات للمتبرع وهو قاعد يتبرع بالمبلغ اللي بيناسبه بخلال ثانيتين، دقيقتين whatever. هذا عامل محفز جدا، ونحكي أنه مجرب. يعني احنا مثلا بالتكية نتعامل سنويا مع حوالي 60,000 متبرع، بس بتبرعوا 20-30 دينار شهريا. أعطي مثال، يعني أنا إذا بدي أتبرع ب10 دنانير أونلاين بتبرع وأنا قاعد بالبيجامة ومرتاح وبحس أني عملت الأثر، ولكن ما عندي استعداد أضرب سلف وأجي على الجمعية أحط 5 دنانير بنزين عشان أدفع 10 دنانير، لأنه الأهم من هيك أني بستحي طول بعرض جاي على 10 دنانير، بينما بالبيت بدفعهم.
وبدفعهم شهر. وادوات كثير بهذا. بس طبعا هلا هذا هون بده منظومه، والمنظومه هاي بدها استثمار مادي. بدك تجيب نظام CRM اللي تبين مين هم المتبرعين، مين هم المستفيدين، وهذا بركب على الازمات، وبركب على لجنه التكافل، وبركب على لجنه الطلبه، وبركب على كل المنظومات. هذا المجال يعني الواحد بيقدر يتوسع فيه كثير، ولكن الاثر تبعه واضح ومثبت وممارس. واعتقد احنا بحاجه يعني ماسه انه نتحول لموضوع الدفع او التبرع الالكتروني، مش فقط على ماكينه الفيزا، ولكن وانت قاعد، لانه لها اثار كثير بهذا المسار. والموارد بالاخير يعني معظم الحمله اخر حمله اللي صارت هي معتمده على الموارد. فالموارد الماديه طبعا كان في المورد البشري اللي تحرك، لجنه الدفع الرباعي، والمؤسسات سواء الفروع الجمعيه او المؤسسات الشقيقه. بس بالاخير عم نحكي عن موارد. مرات يمكن ببعض الازمات بتكون حتى لو بدي اجي التنقل ما بيكون سهل. فبعتقد انه اهم شيء هو المورد المادي، في يمكن مش بالصدمه الاولى، ولكن في التعامل مع تبعات اي حاله طارئه. وطبعا كلنا بنعرف انه الموضوع بحاجه لاستدامه، يعني سواء تشكيل لجان. وانا هنا بس بدي اشبهها بالطفايه اللي بالسياره. الطفايه اللي بالسياره كل سنه بتروح بتعايرها وتفحصها، سواء بالسياره او بالمكتب، لها فتره صلاحيه، او يمكن تضلك 20 25 سنه كل سنه تعملها الصيانه، ويا بتحرق معك يا بتستعملها، وعلى الاغلب ما بتستعملها. بس بوقت حاجتها هي بتسوى قيمه السياره اللي حقها 30,000، هاي الطفايه بتصير حقها 30,000 بهذاك. فمن هون بيجي موضوع يعني اي لجان او اي بروتوكول بده يصير وتنسيق بين المؤسسات. اعتقد الاهم فيه هو الاستدامه بشكل دوري وبشكل سنوي وبشكل مؤسسي، لا يعتمد على الافراد وعلى توجهات الافراد. وشكرا. شكرا جزيلا سيد سامر. طبعا ولتعذروني إن كنت لست منصفا في تقدمة المتحدثين، ولكن لا شك هم غنيون عن التعريف. السيد إبراهيم غناجوق، وهو من فريق الدفع الرباعي الشركسي. نريد أن تحدثنا عن المهام التي يقوم بها الفريق، وخصوصا في الحالات الطارئة والاستثنائية. كما وتحدثت لنا عن أن أعضاء الفريق حاصلين على دورات، نرجو منك أن تشرح لنا بإيجاز عن هذا الموضوع. شكرا. يعطيكم العافية جميعا. بدي أحكي شوي عن فريق الدفع الرباعي الشركسي. أول ما تأسس فريق الدفع الرباعي الشركسي الأردني تأسس بال 2010. بتذكر قصة حكى لي إياها، كنا باجتماع قالوا لي أنتوا اللي بتكسروا سياراتكم. من وقتها وأنا هاي الفكرة يعني في بالي، إحنا بنكسر سياراتنا. فحاولنا نغير هذا الانطباع عن الفريق إنه إحنا ما مش بس بنكسر سياراتنا، فدخلنا بمجال التطور. من 2010 لغاية اليوم الحمد لله يعني إحنا بلشنا بتقريبا 8 أشخاص، هسه اليوم إحنا 72 عضو بالفريق. الشباب اللي بالفريق كلياتهم شباب مؤهلين، معظمهم الغالبية مؤهلين بدورات دفاع مدني، من إسعاف، من إنقاذ، من إطفاء. أخذوا دورات تأسيسية، دورات متقدمة. كل شهر عندنا دورات إنعاشية عشان تضل المعلومات راسخة ويستفيدوا منها. واستفدنا كثير من هذه الدورات في حياتنا، ساعدنا الناس، يعني صار في حوادث قدامنا عرفنا كيف نتصرف، كيف ننقذ حياة الأشخاص اللي بالحادث. في كثير مهام احنا سويناها من أيام الكورونا لغاية اليوم، ومن قبل أيام الثلج وأيام الكوارث الطبيعية وأيام الظروف الجوية الصعبة.
أهمها توصيل الطرود. كنا نوصل طرود، وصلنا لجميع أنحاء المملكة من الجنوب للشمال أيام الكورونا. بعمان طبعا وصلنا لجميع المناطق، وصلنا أدوية، وصلنا رواتب لما ما كان الناس يقدروا، وصلنا أشخاص من مستشفى الحسين للسرطان، اشتغلنا كثير معاهم نوصل ونجيب ناس من جميع المستشفيات. اشتغلنا بالسلط، اشتغلنا بإربد لما كانت مسكرة، بعتنا تريلا كاملة كلها طرود. بالثلج كمان احنا عندنا غرفة عمليات بالجمعية هون، وعندنا غرفة عمليات بدفاع مدني غرب عمان، وعندنا احنا مستلمين 4 مناطق اللي هي غرب عمان، منطقة صويلح، غمدان، بدر، ومرج الحمام وناعور. هذول كلياتهم ال5 مناطق هذول احنا اللي عندنا غرف عمليات بمديرية الدفاع المدني. فنتحرك، بناخذ معنا مسعف، ناخذ معنا حسب الحالة، ناخذ معنا المسعف او المنقذ او اللاد، نطلعه بسياراتنا ونطلع، لأنه سياراتهم ما بدنا نقول مش مؤهلة، بس يعني إذا طلعت وعلقت احنا راح نتغلب، راح نبعت 4 5 سيارات عشان نسحبها. فصرنا احنا نطلع المسعفين وهذا حسب الحالة معانا، واحنا نوصلهم للحالة. غير هيك احنا كمان نشتغل مع صرفية وادي السير، كمان نشتغل مع مركز أمن البيادة، دائما تحت الطلب في الحالات. هسه عندنا حملة دفا، احنا كل سنة بالشتوية بنسوي حملة بنلم فيها تبرعات ونوزع كاز، طرود، بطانيات، صوبات، بنوزع على المحتاجين طبعا للمجتمع المحلي كامل. هسه في ناس ممكن انه من خارج المجتمع بحاجة وهذا، بس يعني بنساعد قدر الامكان، قدر الامكانيات اللي عندنا. طبعا زي ما حكينا شبابنا كلهم مدربين الحمد لله رب العالمين، كلياتهم يعني بحبوا التطوع، بحبوا يساعدوا الناس. احنا جاهزين لاي شيء ممكن يخدم مجتمعنا سواء الان بالمستقبل. عندنا شويه افكار اخ سيد حابي راح يحكيها شو ممكن نشتغل عليها بالمستقبل. وبس الله يعطيكم العافيه. بس بالاخير بحب بس انوه على شغله واحده بس. هذا الفريق صار بجهد شخص اللي هو عطوفة الباشا وليد قشحة، يعني هو لولا احنا ما وصلنا لهذا الوسيله. شكرا سيد ابراهيم. الان السيد حميد ابزار، نريد ان تتحدث لنا عن مبادرة كراج سيل ومبادرة فيكم خير، وما هي العوامل الرئيسية وراء نجاح هذه المبادرة. فلتتفضل يا سيدي، وما هي أيضا برامجكم وتطلعاتكم نحو المستقبل. مساء الخير، الله يعطيكم العافية. أحكي عن كراج سيل أو أحكي عن مبادرة فيكم خير. يمكن مبادرة فيكم خير تأسست مجموعة من شباب النادي الأهلي ونادي الجيل الصبايا. طبعا كان هدفنا نحاول ندخل بمساعدة المجتمع بالتنسيق والترتيب مع أخواننا بلجنة التكافل، ونحاول نعكس تجربتنا، نعلم الشباب الأصغر فكرة وروح العمل التطوعي. كل واحد نابع من اللي تعلمه هو بمؤسسته بالجمعية من خلال العمل التطوعي. طورت الفكرة مجموعة من صبايانا، كان في مجاعة بالصومال، معلش لازم أحكي كيف بلش الموضوع. طلعوا بفكرة يلموا أغراض من بيوت صاحباتهم وقرايبهم، والصبايا هدول زوجتي تاتوم خمش وأختي ستانية أبزاخ، فشكرا لكم. طلعوا بهاي الفكرة، بلشوا يلموا أغراض، يضبطوها، يرتبوها. بنهاية اليوم هذا اللي جمعنا فيه الأغراض، لقينا إنه قدرنا نساعد بحدود 900 شخص بالصومال بوجبات لمدة شهر من هذا النشاط الخفيف. هذا أعطانا إشي مشجع بهذيك الفترة قبل 13 سنة إنه نستمر بهذا العمل ونطوره. سوينا بعديها كراج سيل 2 كان لمساعدة إخواننا اللاجئين من سوريا، المجتمع الشركسي، بالتنسيق والترتيب مع إخواننا بالجمعية الشركسية.
بعدين تطورت الفكرة ليش ما نحاول نغير بحياة ناس، يعني ما دام في مؤسسات بتوزع طرود، في مؤسسات بتوزع رواتب، احنا ليش ما نحاول نختص بالتدريس. صار الصندوق قائم على تدريس الطلاب. لغاية اليوم احنا الحمد لله ساعدنا 348 طالب وطالبة بالجامعة، والسنة هاي اخذنا 33 لهلا طالب وطالبة. وفي عندنا تنسيق وترتيب كبير مع لجنة الطلبة مثلا بالجمعية الخيرية الشركسية، صندوق الطالب بأصدقاء القفقاز، حتى نحاول نحلل الطلاب، ما يكون في طلاب مشتركين بين جميع المنح. الفكرة جميلة، بقدر أقول احنا بدون مبالغة 300 شخص 350، لأني بعد الفستات الصفر هدول كل سنة اللي بيشتغلوا بهذا النشاط. اشتغلت كثير بالمجتمع، يمكن كان مش كل اللي اشتغلناه صح، بس يعني اشتغلنا حتى نتعلم. بس كان من أحلى الشغلات اللي حسيت فيها روح هو الجراج سيل. لما بدي أحلل ليش الجراج سيل، الجراج سيل ربنا سبحانه وتعالى بذكر بالقرآن أهمية تآلف القلوب. الجراج سيل كل سنة بنركز على مثل أو قدوة أو إشي نزرعه للشباب الأصغر اللي بيشتغلوا معنا. إذا بتشوفوا بتلاقوا من 10 سنين ل70 سنة. أغلب الشغلات اللي بنحاول نزرعها بالجيل الأصغر نابعة من الأديكات عاداتنا الشركسية. بتلاقي شغلات جراج سيل أسبوعين شغله، لا، جراج سيل شغله طول السنة، من تجميع لفرز للتدريس. عندنا سيستم معقد في دراسة الحالات وفي دفع الأقساط وفي متابعة الطلاب بالجامعة وعلاماتهم و لكن برجع على شغلة تآلف القلوب. احنا كشعب شركسي 6000 سنة عاشوا بعمر الشعوب عمر كبير. منلاقي صعوبة في تقبل الرأي الآخر، منلاقي صعوبة في فرض رأيي يا أنا صح يا لا. فبالجراج سيل اللي بيكون بيننا زي هيك ومش قادر يمشي معنا ما بنخليه بيننا. احنا كلنا بالجراج سيل واحد، لا عنا احنا بالجراج سيل، لا حميد ولا فلان ولا فلان ولا فلان. هذا اللي بنحاول نعلمه للصغار، بنعلمهم كيف يحترموا، بنعلمهم شو احنا تعلمنا، بنعلمهم كيف يحسوا، بنعلمهم كيف يقدموا. هي عبارة عن سايكل. هدول الشباب بيشتغلوا، المصاري بتتجمع، الطالب بدرس، الطالب نفسه بيجي بيشتغل معنا، وكله بالاخر مربوط. برجع بأكد على عاداتنا وتقاليدنا. رائد سألني شو بنفكر بالمستقبل. نتمنى احنا نقدر، لانه المبالغ اللي عم نجمعها عم بتصير اكبر، نتأمل انه نقدر نمأسس هذا العمل. عندنا محاسب وعندنا مدقق حسابات وعندنا رقابة منا وفينا علينا وعندنا كل اشي بندفع بسيستم. لكن ان شاء الله اننا نتمكن نسوي عمل مؤسسي اكبر، وان شاء الله اننا نقدر نعكس فكرة الجراج سيل بالمحافظات. مش إلنا مثلا نروح مجموعة صبايا وشباب ونعلم جمعية كذا بالصل كيف يسووا إلهم ونعلم معاه، لأنه بالآخر هذا العمل إن شاء الله أجره بجره يعني. ونحاول ننشره أكثر حتى على مستوى الوطن العربي، لأنه ما بقدر أوصف لكم قديش عمل بسيط فيه آثار إيجابية جدا، بعيد عن شو درس وشو كذا، على الطلاب، على الأولاد نفسهم، على اللي بيشتغلوا، على الكبار، على الصغار، على اللي بيجوا، على الجو، هذا الجو العام كله. خلص ما مش بدي أحكي كمان. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية سيد حميد. كان ضمن لجنة فريق لجنة الأزمات سابقا، ولا زال متابع ومواكب لكل الأحداث السيد أحمد أبدا. نريد منك يا سيدي التعريف بالنشاطات والمهام التي تقوم بها لجنة الأزمات. وسؤال آخر: ما الذي ينقص مؤسساتنا الشركسية لتعزيز فعالية الخدمات التي يقدمونها للمجتمع في هذا المجال؟ السلام عليكم ورحمة الله. أحمد أبدا، رئيس ديوان شركة عمان حاليا، رئيس لجنة إدارة الأزمات من 2012 لغاية حلب في سنة 2019. قبل ما نحكي عن أي شيء بدنا نقدر نيجي نحكي إنه ليش إدارة الأزمات، لجنة إدارة الأزمات تشكلت في الجمعية الخيرية الشركسية، وشو الظروف اللي كانت محيطة بإنشائها.
هلا دخل عاملين على تاسيس لجنه اداره الازمات. طبعا انا كنت بالقوات المسلحه لسه تحت على راس عملي يعني. وصارت عمليه الربيع العربي اللي كان موجود عندنا في البلد، هذا البند الاول اللي اللي اثر على ايش او دعا لانشاء لجنه اداره الازمات. فكان الخوف والوضع اللي موجود العام الامني مقلق جدا. يمكن وليد باشا عفوا بيعرف الحكي. كان مقلق جدا. فالاداره كتر خيرهم وقتها انه استشعروا هذا الخطر وارتأوا انه شكلوا لجنه اداره الازمات هذه او لجنه طوارئ اللي تقدر تعمل خطه معينه لانقاذ الناس او مساعده الناس في ظرف لا سمح الله اذا صعبت الامور زي ما صار حوالينا بالمحيط الملتهب، العراق، سوريا، ليبيا، كل المناطق هاي. العامل الثاني اللي اثر على الموضوع هذا واعطاه الدعم الاكبر اللي هو انه الازمه في سوريا. الازمه في سوريا اول ما بلشت في 2011 2011 وتعاظم عليها وصار التاثير على جماعتنا احنا الشركس اللي موجودين في سوريا. طبعا رحلوا من مناطقهم من قريه الى قريه، من مدينه الى مدينه، يمكن تهجروا 4 أو 5 مرات في داخل سوريا قبل ما يوصلوا الى الاردن لهون كمان بالهجره الاخيره تبعتهم ولغايه الان موجودين. فبدايه 2012 تشكلت لجنه اداره الازمات وكان الهدف الاساسي تبعها وضع خطه وتصور انه كيف نتعامل احنا لا سمح الله ان صار معنا شيء هنا زي ما صار في الدول الثانيه هذه بالربيع العربي بالمشاكل الداخليه اللي صارت هذه. وكانت مرشحه الامور فعلا انها تتصاعد لدرجه كبيره مش بسيطه، والحمد لله رب العالمين حنكت القياده اللي خلتنا نتجاوز المرحله هذه. فصار تاسيس لجنه اداره الازمات. لكن للاسف الشديد تسارعت وتيره الاحداث في سوريا للامر اللي اضطر اخواننا السوريين الشركه السوريه انهم يتركوا بلادهم يتركوا بيوتهم يجوا لعندنا لهون. طبعا بهذيك الفتره اللي اجوا فيها ما اجوش حاملين عفشهم وحاملين، في ناس تركوا مصاغاتهم تركوا شغلات اللي يهربوا ينجوا بانفسهم بس. الحمد لله رب العالمين مجتمعنا هون احنا مجتمع طيب ومجتمع مبادر. فكان في دور لكثير مبادرات، في مبادره فيكم الخير كمان من اول الناس اللي اشتغلوا على موضوع الاخوان السوريين. وبعدين احنا دخلنا عليها لما صار في تحول من جهه الاداره عندنا انه ليش هلا خلينا نوقف شغلنا والتخطيط للمشاكل الربيع العربي وخلينا نفكر كيف نساعد اخواننا السوريين اهلنا السوريين اللي موجودين هون. وبالفعل تحولت الاولويه من الوضع الداخلي الموجود عندنا للوضع المهاجرين السوريين. لجنه اداره الازمات نوب عليها حوالي 38 شخص من 2012 لغايه حلها. بنهايه اللي اشتغلوا والتزموا بالنهايه بالشغل. طبعا احنا هلا هون بنحكي عن بنشير لمشاكل ممكن تواجه اللجان اللي فيها، انه اللي التزموا فيها بالنهايه تقريبا 5 اشخاص من كل هذا المجموع. فاشتغلت حوالي 3 سنوات على 5 اشخاص بجهد 5 اشخاص بالذات، يعني هم اللي قاموا بالواجبات. بال 2019 للاسف الشديد ارتأت الاداره وقتها انه ما عاد في حاجه لوجود اللجنه هاي، وطلعت قرار بحلها بناء على انه خلاص انتفت الحاجه اللي صارت تتكون عشانها. طبعا هي الحاجه ما انتفت، لا الحاجه لا تزال قائمه، هنا احنا عايشين فيها، يعني هذا شاهد من الشواهد. لما نيجي نحكي عن الازمات، احنا هسه اول مره الجمعيه استجابت لازمه كانت بالستينات لما صار الاعتداء الصهيوني على الجولان، وجمعوا اهالينا هنا في عمان مبالغ عشان ايش؟ مساعده اهلنا بالجولان هناك. ونجمع مبلغ حوالي 30-40 ألف على ما أتذكر هناك. لكن مشكلة إنه كيف يوصلوا المبالغ بهذيك الأمور من نتيجة العلاقات اللي كانت موجودة كانت صعبة، تأخرت توصيل مبلغ لفترة من الزمن. المشكلة الثانية اللي تواجهناها اللي هي مشكلة الكورونا. هذه كمان أزمة كشفت المجتمع عندنا وكشفت نقاط الضعف اللي موجودة عندنا احنا كمجتمع شركسي. بمجرد صارت قوانين الطوارئ وصار في منع للحركة، تقريبا 400 عائله اللي طلبت مساعده، هذول اللي كانوا يشتغلوا يوميا بمعدل يومي، يعني اذا ما اخذ راتبه ما بيتعشاش. تقريبا 400 عائله طلبت مساعده وجرى على اساسها حمله تبرعات كمان، وبرضه المجتمع استجاب فيها بطريقه ممتازه زي ما جاوب هسه كمان. والحمد لله رب العالمين قدرنا نوزع مبالغ على العائله هذه، طبعا لا تكون كافيه ولكن انه اللي تستر الوضع اللي كان موجود. والنقطه الثالثه اللي بدي احكيها هسه هاي الازمه اللي احنا هلا عايشينها. لا تزال الازمه السوريه طائله، ولا يزال اهلنا السوريين الموجودين هون.
تآكل قيمة العملة السورية وغلاء المعيشة في الأردن الموجود هون، هذا لا يزال يشكل أزمة للإخوان السوريين، لا يزال يشكل عبء على مجتمعنا كمان الشركسي احنا بدنا نقول. ليش؟ لأنه لا يزال في ناس يتبرعوا لهم وبيحاولوا انهم يساعدوهم يسندوهم. العودة لسوريا صعب، لا تزال صعبة لحد غاية الآن، فما تزال قائمة المشكلة قائمة، ولا تزال الأمور متقلقلة، يعني من فترة لفترة عمال نشعر هون داخليا كمان بنحس يعني شو عماله بصير. فالعقل المنطقي اللي بيحكي والتحليل الصحيح انه لازم نتوقع احنا ازمه باي لحظه اللي تمسنا واللي تاثر علينا وعلى حياتنا وعلى مجتمعنا احنا. فاذا ما كناش احنا مستعدين له وجاهزين بخطه معينه بفكر معين بطريقه تصرف معينه، اظن انه راح يكون مشكلتنا اكبر بكثير من اللي احنا هلا عايشينه. فاول مشاكل بجوز تكون انه اللي واجهت اللجنه، خليني احكي بشغلها، انه ما في صندوق مخصص لهيك شغله في الجمعيه او بالمجتمع الشركسي كلها، ما في صندوق نجمع فيها المصاري عشان لما تصير ازمه نساوي ما كانش فيه. يمكن هسه في محاولات عماله بتصير، ويمكن محاولات عماله بتصير كمان لشيء معين مش للازمات اللي بنحكي عنها. فعدم وجود صندوق كان عائق كبير قدام نشاط اللجنه هذه وقدرتها على المساعده وعلى تقديم العون المطلوب. العلاقات العامة أو علاقات مع المجتمع مع مؤسسات المجتمع المحلي أو مجتمع الدولة اللي لها علاقة بالأوضاع الصعبة أيام الكوارث أيام الأزمات كمان تقريبا كانت شبه معدومة، ما فيش. استطاعت اللجنة الحمد لله رب العالمين بجهود أشخاصها إنها تبني نوع من العلاقات مع الناس اللي كانوا مكلفين بمساعدة وتقديم العون للإخوان السوريين ولغيرهم. هلا طبعا لما نيجي نقول احنا في جهات صارت مانحه تعطي وجهات داخليه هون كمان عماله تشتغل على مبعوث السوريين، احنا برضه في عندنا مواطنين اردنيين كان وضعهم صار اصعب من وضع السوريين في بعض المناطق في بعض الحالات. صار الحكي هذا بعد ما وصلنا لهي خير لها شويه، صار على اساس انه في ثلث المساعدات اللي بتيجي تتوزع للجمعيه من خلال الجمعيه او من خلال الدونرز كلها اللي بتيجي تتوزع في الاردن، ثلثها للمواطنين الاردنيين. والحمد لله رب العالمين هون احنا استطعنا ان نفيد كل مؤسسات المجتمع اللي موجوده هون، سواء كانت المطبخ الشركسي، سواء سماور، سواء كانت لجنه التكافل، سواء كانت جمعيه الفروع، وين ما كان استطعنا ان نقدم المساعده للمجتمع الاردني من خلال هذه المساعدات اللي كانت تيجي. عوائق كثيره كانت للاسف الشديد، يعني لما نيجي نقول على حل اللجنه هي بالذات، هاي لجنه استراتيجيه كانت المفروض تكون، لازم تكون على المدى الطويل زي لجنه التكافل نفسه، نفس المفهوم نفس المبدا. حلها كان خطا كبير. يمكن انه كان انتهت، خلينا نقول انتهت الحاجه لازمه السوريين، لكن احنا ما انتهينا كوضع داخلي، هو من تنظيم حالنا ومن ايش؟ دراسه وضعنا، وضع خطتنا احنا لانفسنا، ندير بالنا على حالنا. فكان لازم يتحول اتجاه اللجنه هذه لهذا المنحى، وتقوم بالدور اللي كان مطلوب منها بالبدايه اصلا، اللي هي انشئت عشانه مش عشان موضوع السوريين. تغير وجهات نظر الاداره كان عائق كبير كمان في استمرار اللجنه لغايه الان. الازمات اللي صارت من كورونا والازمه اللي احنا عايشينها هسه، لو لجنه الازمات لا تزال قائمه، كان هي اللي قامت بهذا الدور، وكان استطاعت انها تقوم بالدور بشكل بديش اقول بشكل افضل، ولكن بشكل ممكن فيه احترافيه اكثر، لانه الشباب اللي كانوا موجودين فيها والعلاقات اللي كانت مبنيه كانت بتاهل الجمعيه على سمعتها اللي كسبتها كمان من المفرق لجنوب عمان لتحت عمان لتحت الجنوب كمان بشويه، احنا ما وصلناش لجنوب المملكه. يجوز عن طريق الدفع الرباعي وصلوا مساعدات، لكن مش احنا كلجنه ما وصلناش. فكان في امكانيه انه تكون الوضع غير اللي احنا عايشينه هذا. الارث والخبره والتجربه والسمعه اللي بنتها لجنه اداره الازمات اللي كسبتها الجمعيه هذه في المؤسسات الدوليه، كان المفروض ان نستثمرها ونبني عليها ونكمل عليها، مش انه نلغيها ونرجع نبلش من اول وجديد. للاسف الشديد حاولنا ان نرجع لجنه اداره الازمات لما صارت ازمه كورونا، كان في تقريبا بديش احكي شبه اجماع، ولكن ما كانش في تجاوب مع عاده لجنه الازمات، فتشكلت لجنه الطوارئ زي ما تشكل لجنه الطوارئ لهذه لغايه معينه، خلصت مهمه وانتهت المهام تبعتها. نتمنى انه الاداره الحاليه تستفيد من المخزون ومن الخبره اللي كانت موجوده في لجنه اداره الازمات وتبني عليها لقدام للمستقبل،
انه توجد لجنه من ناس محترفين مدربين عارفين طبيعه الازمات، بتوقعوا حجم الازمه وشكل الازمه اللي ممكن تكون تصير، لانه احنا مش بعيدين. الزلازل لا تزال تضرب في تركيا، تضرب في سوريا، تضرب في امريكا، تضرب في كذا. احنا ليش بدنا نكون يعني مميزين عن باقي العالم من اعماله بصير؟ خلينا نيجي نفكر احنا ونكون شويه ماشيين خطوه لقدام، ونسوي هذه اللجنه ان شاء الله تعالى وخليها تشتغل وتحط الخطه وتعمل صندوق تبرعات. لانه وقت الناس ما تبرعات احنا وقفنا يعني لغايه بلشت تسجل المساعدات بمبالغ بسيطه بالاخير. فلو كان الوضع لساته قائم وخطير ولساتنا بدنا ندعم اكثر فاحنا راح نبين نكون مقصرين. فلازم يكون في صندوق، في مصاري، في مبلغ معين محدد لهيك شغلات ما بنصرف الا على ايش؟ على الازمات والكوارث الاعمال اللي بتصير. لجنه الازمات عملت شغل كثير، الجمعيه الشركسيه كثر الله خيرهم الاداره اللي فكروا انهم ينشئوها ما قصروا فيها وكانت فكره رائده وقدمت للمجتمع الاردني والمجتمع الشركسي شيء كثير. طبعا مش بس اللاجئين الشركس السوريين اشتغلنا عليهم، لا احنا اشتغلنا كمان في مع مانحين من الكويت ومن قطر، واشتغلنا فيه معاهم مع مجمع الكنائس. في كثير ناس من الدونرز اللي كانوا موجودين وصلت الجمعيه هنا وقدمت مساعدات منها، حتى اللجنه الهيئه الخيريه الهاشميه لما كانت بدها تشتغل بشغل يبيضوا الجهه كانت تجيب الناس من الجمعيه هون عشان نسوي لهم احدى الفعاليه عندنا هون بالجمعيه من حسن التنظيم وحسن الاداره والشفافيه والصدق، والحمد لله رب العالمين. اكثر من هيك ما فيش، الحكي كثير موجود من الازمات لكن بكفي لغايه هون والامر يمشي ان شاء الله. السيد تامر شكافول، نريد تكرما منك التعريف عن لجنة التكافل من خلال عملك كعضو باللجنة، وما هي أهم نشاطاتها وكيف ترى المهام. أسئلتك كثيرة. وكيف ترى المهام التي تقوم بها لجنة التكافل بالمقارنة ما بين الماضي والحاضر، وكيف تجدون حركة التضامن الاجتماعي هل تسير بالاتجاه الصحيح، وما هي رؤيتكم للمستقبل؟ شكرا. السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا لجنة التكافل بس موجز بسيط. لجنة التكافل تأسست سنة 1997 تحت ظل الجمعية الخيرية الشركسية برئاسة باشا محمد دغجوقة. حاليا أعضاها 15 عضو إلى 17 عضو. لجنة التكافل الموحد يمكن اعتبارها نموذج في إدارة الأزمات اللي هي بتعالج أزمات الفقر، أزمة الفقر. عائلة فترة زمنية قصيرة أو فترة زمنية طويلة. مهام لجنة التكافل. لجنة التكافل تقريبا بتعين 175 عائلة حاليا بعدد أفرادها تقريبا 400 فرد. هذول ال 400 تقريبا نقدم لهم دعم مالي شهري. الدعم المالي الشهري هذا بين 14,000 ل 17,000 شهريا. تقديم لحوم شهرية، طرود غذائية ل3 شهور. تأمين دعم المحروقات خلال فصل الشتاء اللي هو فصل نعتبره احنا 11 و12 و1 و2. نعطي قيمة نقدي 25 دينار. دعم اليتامى عندنا بحدود 28 يتيم ندعمهم 30 دينار. عندنا كمان تقريبا 134 طفل ندعمهم حقائب مدرسية. عندنا كمان بحدود عندنا أمراض مزمنة ل 66 تقريبا فرد من العائلة عندهم أمراض مزمنة. بنوزع ملابس تقريبا كل فترة زمنية على استمرار السنة كاملة. لجنة التكافل طبعا يعطيهم العافية الموجودين فيها واللي كانوا عاملين سابقا فيها. على مدار السنة كاملة بسوي زيارات عائلية، بقدموا عمل دراسات
عقد اجتماعات دورية. اللي صادفنا احنا بأزمة كورونا، أزمة كورونا تفاجأنا إنه المجتمع اللي عندنا في عندنا مجتمع ما عندهم رواتب، اللي هم بيعتبروا عمال ميومة أو أجر يومي. كان بحدود ال 600 شخص تم تقديم لهم معونات طرود، رواتب شهرية. طبعا هون بشكر كل المجتمع الشركسي اللي كان داعم وساند معنا. بشكر فريق دفع رباعي اللي كانوا هم المؤهلين، واللي كانوا هم اللي معهم التصاريح، واللي هم اللي كان الشغل عليهم أكثر إشي بصراحة. يعني احنا في ناس كان موجود بالبيت ممنوع طلع حصر كامل، بس يعني الدفع الرباعي يعني هم الوحيدين اللي قاموا بالمهمة هاي، ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. وطبعا شبابنا الثانيين اللي كان عندهم تصاريح اللي كانوا يساعدونا. نتأمل احنا ان شاء الله انه الفترة هاي الجاي خصوصا شهر رمضان، لانه احنا اكثر دخل اللي بيجينا كلجنة تكافل بشهر رمضان المبارك، زي ما عودونا دائما المؤسسات الشركسية والداعمين انه يكون الدعم للصندوق هذا اللي نقدر احنا نرفد نساعد نضل ل 175 عائلة. ويعطيكم العافية. ما بدي أزيد كثير لأن الشباب ما شاء الله شرحوا أكثر. يعطيكم العافية. الآن السيد سند حابي من فريق الدفع الرباعي، إذا ممكن تحدثنا عن آلية الاستجابة في الحالات الطارئة، وهل توجد لديك اقتراحات لتحسين وتطوير عمل المؤسسات الشركسية في مجال إدارة الأزمات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير. أول شيء احنا بداية قبل ما نحكي على فريق الدفع الرباعي الشركسي، اسمحوا لي أتوجه بالشكر لكافة الإخوان والأخوات اللي اشتغلوا في لجنة الإغاثة. يعني حقيقة احنا لما نطلع على طريقة المؤسسات الشركسية، المجتمع الشركسي في الاستجابة للأزمات، فعلا احنا إذا بنطلع على أنفسنا كناس مش محترفين في إدارة الأزمات، لكن احنا فعليا الطريقة اللي نشتغل فيها احنا محترفين. واحنا المعدن الطيب اللي بيظهر عندنا، طبعا هو ظاهر دائما لكن بيظهر بزيادة وقت إدارة الأزمات. يعني أنا بتوقع من النادر إنه يكون موجود في مجتمعات أخرى. فصدقا المؤسسات الشركسية أبدعت، سواء في الكوارث الطبيعية اللي صارت في الفترة الأخيرة، أو خلال أزمة الكورونا، أو أي أزمة بتصير. فاللي إحنا بنشوفه، إحنا كمؤسسات صرنا نشتغل بالسنوات الأخيرة على أزمات كبيرة وأزمات جوهرية، وفي منها أزمات يعني إلها أثر إشي وطني، إشي إقليمي، إشي دولي. فلذلك صار يتوجب أن يكون إحنا في عنا نوع من المؤسسية أكثر من هيك في إدارة الأزمات. يعني إحنا هنقول أمورنا ماشية، لكن نطمح للتميز ونطمح للتحسين. ففي مجموعة اقتراحات يعني بعد إذنكم أنا حاب أحكي عليها. يعني في جزء منها الإخوان حكوا، لكن إحنا مرد بنأكد عليه. إحنا بنقترح حقيقة في البداية إنه يتم عقد دورات في إدارة الأزمات، لأنه إدارة الأزمات هي علم، فيكون في أشخاص مختصين. وإحنا الحمد لله حتى عندنا في المجتمع الشركسي في أشخاص عندهم خبرات طويلة، خصوصا الإخوان اللي بيشتغلوا بالأجهزة الأمنية، سواء العاملين حاليا أو المتقاعدين، ممكن يفيدونا جدا في هذا المجال. فعقد دورات، الدورات هاي تكسبنا المعرفة والخبرة والمعلومات والقدرة على التخطيط الاستراتيجي للأزمات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية ومهمة جدا اللي هو عمل خطة. احنا لازم يكون في عندنا خطة للاستجابة. بدنا نعطي مثال احنا على خطط. احنا في فريق الدفع الرباعي الشركسي في الفترة الأخيرة سوينا خطة طوارئ للاستجابة للحالات الجوية. يعني كون الحالات الجوية هي اللي بتتكرر، خلينا نحكي كل سنة،
المنخفضات الجوية القطبية والأمور هاي. الخطة اللي سويناها فيها مجموعة من الافتراضات أو السيناريوهات، بالإضافة بعد السيناريوهات هاي شو الإجراءات الوقائية اللي احنا بدنا نسويها، كيف بدنا نستدعي الفريق، وشو الخطة اللي نتبعها للتخفيف من أثر الأزمة. يعني على سبيل المثال لما يصير عندنا منخفض جوي قطبي، إغلاق للشوارع، بيصير عندنا استدعاء للجمعية هون، بنقسم الفريق لمجموعات، بنعين لكل مجموعة قائد، بنوزع المجموعات هاي على المناطق المختلفة اللي احنا مسؤولين عنها. هذا الحكي كلياته بناء على خطة. احنا كمؤسسات شركسية إذا صار في عندنا خطة زي هيك، وتكون الخطة فيها مجموعة سيناريوهات وافتراضات، وكل سيناريو أو افتراض نوزع المسؤوليات على المؤسسات واللجان انهم كيف يتصرفوا في حال حدوث السيناريو رقم 1 او السيناريو رقم 2، او في حال حدوث شو ما كانت الازمه، يعني الازمات كثيره ما هي. فنحاول نجمع اكبر عدد ممكن من الافتراضات والسيناريوهات وكيفيه حلها. فقلنا اول شيء عقد دوره، ثاني شيء عمل خطه، ثالث شيء ويعني احنا نوقف مع الاخ ابدا في هذا الموضوع، لازم يكون في عندنا لجنه اداره ازمات دائمه. لانه انا في رايي الشخصي وفي رايكم انتم كمان بتخيل، لجنه اداره الازمات هي لجنه مش مسؤوله عن اداره ازمه معينه. الازمه ممكن تحدث في اي وقت، هسه زلزال سوريا في حدا كان عارف عنه؟ ازمه الكورونا حدا كان عارف عنها؟ فازمه لجنه تكون موجوده بشكل دائم ومشكله وجاهزه وكل اعضائها موجودين، ويكون في عندهم اجتماعات دوريه لو ما في ازمه، يجتمعوا باستمرار، يراجعوا خطط الطوارئ، يشوفوا اي تحديث ممكن يعملوه على الخطط هاي، بالاضافه لتجهيز مركز او غرفه لاداره الازمات. احنا مش غلط يكون في عندنا غرفه، بدناش نحكي قاعه وكبيره وكذا والى اخره، غرفه لاداره الازمات او مركز طوارئ نسميه. يكون المركز هذا مجهز بكافه التجهيزات الفنيه اللازمه لاداره الازمات. يعني يكون فيه على الاقل مثلا ارقام تليفونات كافه الدوائر الحكوميه ومندوبين في هاي الدوائر، عشان احنا اي شيء بصير نحكي معهم. وزاره الصحه، الداخليه، امانه عمان، الاشغال، المتصرفيات الى اخره، يكون لنا مندوبين. اللجنه هاي من ضمن شغلها عمل تحديث لهي المعلومات، يعني احنا بنحط رقم تليفون شخص يوم الازمه بنرن عليه، ولا هو متقاعد ولا متوفي من 30 سنه. لا، احنا بدنا شيء محدث باستمرار، اي شخص بيطلع مين بيستلم محله، يكون في عندنا تواصل دائم مع الدوائر الحكوميه. بالاضافه الى يعني المركز تلزم تجهيزات اخرى، وجود كمبيوتر مثلا، وجود تليفونات، وجود ممكن ماتور كهرباء يشتغل على الديزل مثلا او على البنزين في حال انقطاع الكهرباء. يعني تجهيز مركز الازمات له متطلبات كثيره، لكن احنا بنشوف شو اللي بيلزمنا منها وممكن نحطها في هذا المركز. النقطه اللي وراها ممكن احنا نعمل تمارين، احنا نتدرب. اللجنه هاي الدائمه اللي مسؤوله عن اداره الازمات بتكون تتشكل من مجموعه اشخاص عندهم خبره في هاي الامور، عندهم خبره في التمارين، عندهم خبره في الاختبارات الوهميه خلينا نحكي. ونصير احنا نشوف كيف اذا صارت عندنا ازمه كيف بدنا نتجمع، كيف بدنا نتصرف. هل كل مؤسسه عارفه شو الواجبات المطلوبه منها في هاي الخطه؟ الخطه هاي طبعا زي ما حكينا بيتم توزيع المهام والواجبات على كل مؤسسه. فبتيجي مؤسسه معينه بيجي من عندهم مندوب او مندوبين والى اخره، لازم يكونوا مطلعين على واجباتهم في هاي الخطه، مش يجي يتعرف على الخطه ليله الازمه. فهاي موضوع الاختبارات برضه اقتراح. طبعا محاولة التطوير المستمر، دائما نضل نتابع وندور ونطلع ونشوف كيف احنا بنقدر نطور امورنا. والمقترح الاخير انه التعميم او محاولة خلينا نحكي ادماج عدد اكبر من الاشخاص في عملية ادارة الازمات. احنا الحمد لله يعني لما نطلع كنسب في عدد اعضاء المؤسسات الشركسية، يعني عددهم يعني كبير خلينا نحكي، في جزء كثير كبير منهم يعني اي واحد تطلع عليه الا ما يكون في له ضلع في اي نشاط اجتماعي داخل المجتمع. لكن كل ما زاد العدد حقيقة انا بشوف بيكون احسن، خاصة بالازمات الكبيرة. يعني احنا في عندنا مجموعة اشخاص يعني الله يعطيهم العافية، وين ما نروح بنلاقيهم، وين اي موقف بصير اي ازمة بنلاقيهم.
الله يعطيهم العافية، بس احنا بنحاول نزيد العدد اكثر من هيك، خلي الناس يعني احنا موجود حب الشغل هذا موجود عندنا بطريقة غريبة يعني، فمشان هيك احنا ممكن نتواصل مع ناس شباب صغار الى اخره، ناس عندهم خبرات في شركات، في مؤسسات، في اجهزة امنية، كلياتهم ممكن يفيدونا. انا بالنهاية برد بقول احنا في عندنا احترافية في إدارة الازمات، ومستوى التنسيق والتناغم والاتصال والاستجابة بين المؤسسات الشركسية فعلا هو على مستوى عالي، بس برضه نطمح زي ما حكينا للأحسن وللأفضل. الله يعطيكم العافية وشكرا للاستماع. شكرا جزيلا. الآن مع الشابة الناشطة والنشيطة ياسمين تحبسن. نريد طبعا من ياسمين التعريف عن نادي المتطوعين، وهي ضمن فريق نادي متطوعين الجمعية، نشاطاتكم، أعدادكم، مؤهلاتكم إذا كان بالإمكان. والسؤال الثاني: ما هو الدافع الذي يجذب الشباب للعمل الاجتماعي؟ تفضل. مرحبا، السلام عليكم. أولاً بدي أعرف عن نادي المتطوعين. هلا أنا واحدة من مؤسسين نادي المتطوعين. إحنا نادي المتطوعين تأسسنا 2019 بداية تأسسنا، وكان عددنا الأعضاء 23 شخص. بنشاطاتنا وإثباتنا ولما عرفنا وضلينا ننتشر وصلنا للآن 167 شخص الحمد لله. هلا الهدف الرئيسي لنادي المتطوعين هو احنا هدفنا اول شيء مساعدة المجتمع الشركسي اجمعه كافته، وكمان كان عندنا هدف كمان رئيسي اللي هو تشجيع الشباب وارجاعهم للجمعية وارجاعهم للمجتمع، وتعريفهم انه تشجيعهم للتطوع بالمجتمع ومساعدتهم. هلا احنا قمنا بكثير نشاطات. من اهدافنا اللي عملناها كان عندنا اول شيء بلشنا بمساعدة اللجان العاملة والمؤسسات الشركسية الموجودة. كنا نروح عند كل المؤسسات واللجان نحكي لهم أي شيء نشاط عاملينه بدكم مساعدة فيه، إحنا متواجدين، وكلنا مجموعة شباب متواجدين لكل التطوع، وإيش ما بتحتاجوا إنه إحنا متواجدين. هلا ساعدنا بأكثر من نشاط، ساعدنا التكافل بفرز الأواعي، ساعدناهم بأكثر من شيء، وساعدنا صندوق الطالب، ساعدنا بتنظيم إفطارات وعشاء الخيري اللي كانوا يصمموه، وساعدنا الفروع والمركز أي شيء كان يحتاجه كنا نساعد فيه. زي الانتخابات كنا إحنا مسؤولين عنه بتنظيمه وكل شيء فيه، وكنا نساعد كعضو متطوع. وهلا إحنا كمان كان نادي لما كبرنا، لما بلشنا ننتشر وننعرف، بلشنا نعمل دورات، نجيب الشباب نعدد أشياء ممكن تفيد المجتمع وممكن تفيد الشباب والصبايا، إنه يرجعوا للمجتمع، يفيدوهم للعمل، نجهزهم للعمل، نجهزهم للتطوع، نجهزهم للحياة بشكل عام. فكتير عملنا دورات قيادة، دورات كيف نسوي CV، وكيف نجهزهم للشغل، كيف الخريجين تاعون تخرجوا من التوجيهي، كيف نهيئهم للجامعات وكل هذا الحكي. فكتير عملنا دورات بمختلف التخصصات، وكمان كمان ركزنا كمان بزيارات. كنا حابين صراحة إنه نجمع الشباب والمجتمع الشركسي كله، مش بس الشباب، نرجعهم نروح زيارات للفروع. فبلشنا بهاي المبادرة صراحة، ورحنا الحمد لله قدرنا نوصل لسويلح ورصيفة، وصراحة ولسه في للمستقبل كمان صراحة ناويين لكل الفروع. هي زيارات نعلن عنها ونروح نصير نزور كل فرع، نتجمع بمكان مثلا بمركز أو مكان معين وننطلق فيه، وفي ناس ممكن يلحقنا. فصراحة بيكون هو إشي كتير حلو، كانت تجربة كتير حلوة، ومنها كمان كبر عددنا وتعرفنا على كتير أشخاص هناك حبوا التطوع وعرفوا عنا ونضافوا إلنا للنادي. وكمان من الأشياء اللي سويناها، سوينا زيارة لدار الأيتام، دار المسنين وكمان هاي كمان كانت تجربة كتير حلوة صراحة، وكانوا كتير إنه ناس أول مرة بيروحوا بيجربوا بيفهموا كيف هو كل المجتمع كيف هو. كمان سوينا إحنا غير الزيارات والدورات بنحب كمان نسوي ترفيه للمجتمع عشان نشجعهم إنهم يجوا، إنه لا في إشي إن أنتوا بتيجوا بتتسلوا فيه بدون ما إحنا مثلا نحسسهم إنه في مقابل إلنا.
فاحنا كنا نعمل كثير رحل صراحه، وهذا كان كثير عليه اقبال. ومن الرحل كمان صراحه كان التعارف، هو احنا اكثر هدفنا انه احنا نتعرف على الناس ونجيب ناس ما كانوا يوصلوا للجمعيه، الحمد لله قدروا يوصلوا وصاروا يحكوا لنا انه احنا ما عملنا دخلنا الجمعيه، وصاروا يجوا من طريق التفاعلات اللي احنا كنا نضل ننشرها. وكنا نعمل رحل، عملنا لرحلة العقبة ووادي رم، وعملنا بس لوادي رم، وعملنا العجلون، وإن شاء الله رح ننتشر أكثر ونعمل أكثر. وبنعمل تعييدات، لهلا عملنا تعييدتين الحمد لله، وكانت لكل عيد كنا نعملها، وكان يجي عليها صراحة كثير إقبال، وكانت الحمد لله ناجحة. وبرمضان كنا نركز على إفطارات، عملنا إفطار بشكل عام للأيتام، عملنا إفطارين، ومنه سوينا صندوق الأواني. هلا صندوق الأماني كانت فكرته إنه إحنا عاملين صندوق كل الأيتام كانوا يجوا يكتبوا أمنية من أمنياتهم ويحطوها بالصندوق، وصراحة مع كل دعم من مجتمع كافة قدرنا الحمد لله نحقق كل الأواني اللي إجت وحققناها وكل سويناها. وكمان اشتغلنا بالمجتمع المحلي، مش بس بالمجتمع الشركسي، اشتغلنا بالمجتمع المحلي، سوينا دهنا المدارس حكومية، دهنا مدرسة، وقدرنا نسوي زراعة بالتعاون مع الفرع النسائي. سوينا زراعة بمنطقة الكرسي، وشاركنا بالنشاطات الوطنية اللي بيبين بالفيديو شوي. كانوا أي شيء فيه نشاط وطني كانوا يطلبوا إنه مثلا بدهم الثقافة الشركسية، كنا نروح كنفتح كشك، كنا نتعامل مع الفرع النسائي نجيب أكل منهم ونعرضه هناك، كنا نتعامل مع أكثر من حدا إنه يقدر يوفر لنا شيء نفتح كشك ويكون ناجح صراحة، إنه نفهم للمجتمع المحلي مين إحنا، وإحنا موجودين وإحنا لساتنا موجودين شغالين. وكمان كنا نعمل واهم شيء شغل هلا عم نشتغله صراحه اللي هو تركيزنا كله عليه اللي هي حمله الاغاثه. حمله الاغاثه احنا تواصلوا معنا وكله وصلنا من الجروب اللي هو عاملينه، ومع الاتفاق مع الاعضاء تعاون هيئه حمله الاغاثه تم الاتفاق انه احنا شغلنا كان عباره عن مساعده بالفرز والتغليف وتجهيز كل التبرعات العينيه اللي بتيجينا، واي شغل نحتاجه كاي عامله شبابيه احنا متواجدين طبعا بكل هذا، وهذا لكل الفروع، يعني احنا متواجدين لكل مؤسسه وكل مجتمع شركسي، اي حدا بيحتاج شيء احنا دائما متواجدين وسهل التوفر. والحمد لله صار اكتشفنا انه احنا انتشرت سمعتنا صرنا معروفين، والدليل الاكبر انه هو احنا كثير انتقل عددنا والحمد لله، وهذا كل شيء لهلا. طبعا أنا رائد حكيم منسق أعمال مبادرة لتعارف. مبادرة لتعارف انطلقت من حوالي 9 سنوات، يعني خلينا نحكي بعد الربيع العربي وما شهدته المناطق المجاورة من صراعات وحروب، فأخذنا دروس والعبر. لاحظنا كلنا أنه من الأسباب خلينا نقول المهمة بتدهور أوضاع هذه البلاد اللي هي ما حدث فيها من طائفية وعنصرية وما شابه ذلك، فارتئينا بالانطلاق بمبادرة لتعارفوا لبناء جسور التواصل مع جميع أطياف ومكونات المجتمع. زرنا العديد من العشائر الأردنية، في بيننا وبينهم ضباط ارتباط حتى اللحظة. احنا مبادرتنا وطنية اجتماعية، والأولوية طبعا لمجتمعنا الشركسي أكيد، دائما متواجدين في مؤسساتنا، في كل حدث بنكون موجودين، وآخرها اللي هي حملة إغاثة، وكانت مبادرة لتعارف من ضمن حملة إغاثة أيضا، وآسف إني طلعت عن النص. عموما تمام، الله يرضى عليك، شكرا. هلا بدنا ننتقل للحضور. طبعا الكوارث معروف هي ليست فقط كوارث طبيعية، هناك كوارث اقتصادية، هناك كوارث سياسية، أو أزمات، خلينا نحكي أزمات سياسية، أزمات اقتصادية عفوا. فإحنا حابين برضه نسمع من بعض الأشخاص الموجودين اللي بحب يشارك بهذا الموضوع. مساء الخير. الواقع اليوم نسمع لغة جديدة، لغة شركسية جديدة، لغة نحن
بدال أنا، وعملت بدال ما سمعت وحكيت وسوف. هذا أثلج صدري صراحة. أنا عاهد صوبر، عضو مجلس عشائر ورئيس جمعية قامة، وعضو في اللجنة الإغاثة. حقيقة هاي قصة نجاح لازم نبني عليها الأشياء الكثيرة، وكانت لجنة من أسعد الأوقات اللي قضينا فيها. هذه اللجنة انبثقت، ما يقال ينفذ بعد ساعة في التنفيذ، يعني مش إنه سوف وبدنا ننتظر. وهذا صراحة يعني مثال جيد لازم نبني عليه. وحملة إغاثة ناجحة بامتياز، وشكرا للشباب وروح الشباب والختيارية وكلهم. أنا شخصيا ما بدي أقول إنه لا يقل عن 10 لجان، بجوز أغلبكم بيشوفوني اليوم ساعة بنادي الجيل، ساعة بالمجلس العشائر، ساعة ب10 لجان، وأنا عمري 78 سنة. يعني هذا الحكي بيقودنا إنه تقدر تعمل إذا حطيت في بالك إنك تعمل وتخطط إنك تنجح، وبتنجح. إذا خططت إنك تفشل بتفشل، أما لازم نخطط عشان ننجح. وهذا صراحة أنا أشكر لجنة الإدارة الحالية، وليس مجاملة، أعطتنا أمل جديد، روح جديدة، وإحنا معاكم قلبا وقالبا إن شاء الله. إحنا بالنسبة للمؤسسات الشركسية في هناك قول خاطئ. المؤسسات الشركسية لم تتفرغ من الجمعية. مجموعات أسست مؤسسات لها إداراتها المستقلة، ولها هيئاتها العامة المستقلة، ولها هيئاتها العامة المستقلة، ولها مظلات قانونية متعددة الأغراض، ونحن بحاجة إلها بشكل تمام. الإشي سر النجاح اللي كان موجود في العمل الحالي هو وحدة الهدف. الجميع توحدنا بالهدف، توحدنا بالجمعية الأم، وإنه ممنوع واحد يقول أنا قامة، أنا رئيس جمعية قامة، ممنوع فلان، ممنوع، وكلهم التزموا. وما تتصوروا كم إحنا حتى في بيوتنا لما نناقشهم قديش الثقة انعادت للجمعية، صار اللي أنتم شفتوه. فعشان هيك خلونا نبني على نقاط القوة اللي عندنا، بلاش نفتش على نقاط فلان شو عمل، شو كذا وشو كذا. هذا الحكي بدنا نرميه ورانا. احنا ماذا لو حصل كذا، يكون في عندنا جاهزية ان نتعامل مع هذا الكلام. خلونا نبني على نقاط القوة اللي عندنا. انت يعني اذا حد بدي يفتش لي في عيبة بلاقي لي 20 عيبة، بس انا في عندي نقاط قوة كمان. نقاط القوة خلينا نبني عليها، نبني النواحي السلبية. يا جماعة الطاقة السلبية اللي موجودة في مجتمعنا بنقدر نصدر للصين وروسيا وغيرهم وأوكرانيا كمان. احنا بدنا طاقات إيجابية، بدنا نشوف الطاقة الإيجابية اللي انبنت الآن. أنا بجوز أحد الناس اللي ممكن أهاجم رئيس الجمعية كرتبة كمنصب، وليس كشخص أحترمه وأجله، ولكن بجوز أختلف معه اختلاف، ولكن اختلافي يجب أن يكون للبناء وليس للهدم. أنه أحكي له على أساس أنا وياه نحط إيدنا ببعض ونشتغل، وهذا خلونا نبني عليه صراحة. هذه خلية بنهي كلامي، الإخوان حكوا فيها كمان، وحكينا إحنا في اللجنة إنه ما لازم هاي الفزعة تروح. الفزعة نستفيد منها دائما. الأزمات تخلق قيادات. ما شاء الله اليوم اللي شفناهم قيادات تحدثت، إشي بثلج الصدر صراحة. قيادات بدهم فرصة، بدهم بس دعم، بدهم مساندة. خلونا وراهم.
مش مهم أنا والله يقولوا فلان نجح وفلان كذا، العمل كله ناجح. هذا هو الأساس. وخلونا فعلا نشكل خلية دائما زي think tank groups، يعني كل تخصصات، كل نوع تخصص معين على أساس دراسات مستمرة. يعني مجتمعنا زاخر في القوة، زاخر في الخبرات. خلونا نوحد حالنا ونشتغل بيد واحدة. وشكرا جزيلا. طبعا احنا الهدف من سماع آرائكم وكما هو متعارف عليه، الأمور تعرف بنتائجها، ولازم إنه أي اجتماع أي لقاء يكون يعني نحصل منه على ثمار. اقتراحاتكم وأفكاركم هاي كلها راح تصار كمخرجات إن شاء الله وتوصيات، وتقدم للجمعية الخيرية الشركسية حتى تكون كخطة عمل مستقبلا إن شاء الله بشكل منظم. دكتور تيسير تفضل. الله يمسيكم بالخير، سعد في لقائكم. وأنا طبعا بشكر قناتنا اللي بلغوني بالآخر، اللي بدي أحكي اليوم من منطلق ميداني، بس كل الشكر لكل اللي قدموا، لأنه حقيقة شيء بيثلج صدورنا وبيخلينا نفتخر بأنه إحنا بالفعل بالأزمات بنكون يدية واحدة وبنشتغل مع بعض. أنا بدي أحكي من منطلق ميداني، واشتغلت في الأزمات والكوارث كوني كنت في الخدمات الطبية، بعدين تدرت العمليات الخاصة ملحق فيهم، وكنت 8 مرات رحت على العراق ورحت أفغانستان، وكان لنا مشاهدات وكان لنا مساهمات كبيرة في تفجيرات عمان. ما حدش كان متوقع. دائما الكوارث والأزمات لا حدا بيتوقعها، واللي في عنا للأسف الشديد احنا كبشر عندنا نوع من النكران، delusion of invulnerability، انه الوهم مش راح يصير عندنا زلزال، مش راح يصير عندنا تفجير، مش راح يصير عندنا كوارث. هذا الاشي تذكروا انه هذا نوع من الحيلة الدفاعية مخفف عنا. لا، احنا بدنا نكون واقعيين. صارت تفجيرات عمان، انا كنت في العراق، حكت معي ريم ابو حسان واقع الحال. طبعا اللي طلعوا جنب الملكة لما فقدناهم ما لقيناهم الاخصائيين النفسيين. انا مستشار اول في الخدمات الطبية نفسي ومعالج متخصص من وزارة الصحة في العلاج النفسي المعرفي السلوكي. رأسا شكلنا فريق، أنا كنت رئيسه ودربت. يعني أنا مدرب من زمان مع الأرجنتينيين والبلجيك، ومدرب مع الأمريكان سابقا في كيفية إجراء الدعم النفسي في الأزمات. الجروح والكسور وعدم وجود الأمان اللي تفضلتوا فيها، الحركة الأولى إنه نأمن هذول الناس اللي تفضلتوا فيها، هذا أساسي بالملبس والمأكل والشرب والمشرب والأمان. لكن تبقى الآثار النفسية. البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، اضطراب ما بعد الصدمة. يا إخوان، من ال90 91 من فيتنام للآن في ناس تعاني من أعراض الصدمة. الجيش اليهودي نشروا طبعا أوراق اللي بتدخل على النت، بوست تروماتيك ستريس أمونج إسرائيل، بتلاقي إنه في لسه بيعانوا من البوست تروماتيك. الجيش الأمريكي أنا اختلطت فيهم غاد، وبعرف إنه وفي أخصائيين مثلي كونسلتنت كانوا وعاملين دراسات بيخفوش في نسبة 12 إلى 10% عندهم بوست تروماتيك. لما اجينا هون واشتغلت أنا مع الضحايا، قبل ما نشتغل مع الضحايا دربت الفريق مش شرط، وأنا جاهز وسبق وعملت تدريبات سواء هون بالعراق لتشكيل فريق دعم نفسي اجتماعي في الأزمات، ومش شرط يكون من متخصصين، لأنه اللي بنقدمه First Aid Psychological Support. لما بدنا شيء ثاني احنا بنوجه. وأنا بأحداث تفجيرات، أحداث الغرق تبع البحر الميت، كانت معالي إسحاقات كانت وزيرة، وأنا استدعتني وشكلت فريق ودربت. التدريب ما بأخذش وقت كثير، يعني كنا ب3 4 أيام كنت ندرب فريق. وأنا حكيت لأحمد بيك أنا جاهز أساوي تدريب ورشة عمل
نخرج بفريق بأي أزمة. الأزمة سواء كانت من طبيعة زي الزلازل والغرق والمية والطوفانات وغيرها، والأزمة من صنع الإنسان. أنا المستشار في مركز عدل لضحايا التعذيب. أغلب اللي بنشوفهم بوست تروماتيك، أعراض ما بعد الصدمة، يعني أعراض الصدمة هاي غير الجريف رياكشن غير الاضطرابات الأخرى تيجي ثانوية وبتستمر. إذا إحنا ما اشتغلنا على الدعم النفسي من الأزمات من الأول تتطور هاي. أنا ببلش في التفريغ النفسي، بعلم الفريق كيف يقابلوا، كيف يشتغلوا، كيف نختار الفريق، وهذا أنا جاهز فيه. وأنتوا اللي تفضلتوا فيه حكيتوا عن خطط وكذا. أنا كانت معي ريما أبو حسان، ما كانت وزيرة سابقا، لأنه أنا ويا جمعية حماية ضحايا العنف الأسري وضعنا الاستراتيجية الأولى للدعم النفسي في الأزمات والكوارث، وقدمت أنا قدام جلالة الملكة كنا جيت على الدفاع المدني في القاعة. فأنا جاهز وبحكي إنه تكون من ضمن الخطط الأزمات والكوارث الجانب النفسي، لأنه الجانب النفسي مؤثر ومهم ومستمر تأثيره. أنت اللي ما عنده بيت ممكن مستقبلا يصير له بيت، بس هل أنت عالجت الأعراض النفسية اللي بيعاني منها؟ اشتغلنا العريس والعروس لما طلعوا اللي من دار باروق، كانت الأم، كنت أنا في بيتهم عاملهم التنفيذ التفريغ النفسي. اشتغلنا جروبات، اشتغلنا بشكل فردي على الغور الشمالي، رحنا ما خلينا منطقة. الله يرحمه سمير باروقة، اشتغلنا عليهم بالمستشفيات، لأنه الضحايا في المستشفيات المجروحين أكثر ناس هم اللي بيعانوا من البوست تروماتيك. اللي شاهد ونجا اشتغلنا معهم، ضليت معهم سنتين، وأنا كنت عضو حلف الناتو لمدة 3 سنوات. أنا أمثل الأردن في لجنة اسمها هيومن أند سوشيال بانل، وهذه كلها لجنة أبحاث. قدمت الدراسة هاي اللي عملتها على الناس هذول اللي اشتغلنا عليهم وشو سوينا لهم. طبعا في أساليب لمعالجة هذول الناس وبسهولة. فأنا أول شيء بشكركم مرة ثانية على حسن الاستماع، لأنه بعد ساعتين من المحاضرات والأنشطة اللي قدموها إخواننا مشكورين، بقول إنه أنا جاهز مرة ثانية إني أقدم تدريب. طبعا إحنا برا كنا نسوي بفلوس، بس إحنا عائلة واحدة مجاني وجاهز، وبإذن الله تعالى بأي وقت بتحددوه، بس بنختار فريق من اللي حابين يشتغلوا، وكلها قيادات جيدة اللي شايفها. وزي ما حكيت مش شرط تكون أخصائي نفسي. أنا لما دربت ناس من وزارة التنمية ما كان فيه تخصصات، دربت من الأوقاف، وكان في من المجروحين لما كنا نروح، لما صار في عنا أزمات في القوات الخاصة وهاجموا البعض وكذا، كنا نروح أنا والشيخ من القوات الخاصة نروح نزور، وكان له تأثير كبير. في آلية يعني مختلفة، أنا بشرح عنها بالتفصيل لما يصير التدريب، وإن شاء الله أنا متأكد إنه لما نساوي هاي النواة بيكون في استمرارية لتدريب فرق أخرى، وراح يكون عندنا إن شاء الله فريق جاهز دائما في الدعم النفسي في الأزمات إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، شكرا مرة ثانية. بس أنا بدي أعود لجملة ذكرتها في البداية، قلت المجتمعات المتزنة هي تجعل من الأزمات فرصة، وأحيانا ربنا عز وجل هو بيعطينا فرصة، فالأصل إنه نستثمرها. شفنا إنه إجاهم المصاب بغتة، ولكن إحنا لا زالت أمامنا فرصة. فلذلك هذه رسالة مش بس للموجودين هون، حتى للي بيشاهدونا من خلال شاشة نارد اللي عم تدخل كل بيت، بإنهم ينتبهوا لهاي الفرصة، يعرفوا كيف يستثمروها، كيف يلتفوا حول مؤسساتهم في هيك ظروف. وعلى رأسهم الجمعية الخيرية الشركسية المركز. وتفضل سيدي. السلام عليكم. الواقع انه اللي بدي احكي عنه انا انه الازمه الاخيره اللي عشناها اللي هي ازمه الزلزال في تركيا وفي سوريا
كانت من الكبر بحيث أنها أثرت على حياة 15 مليون بني آدم، وهذول الناس كان بيناتهم حوالي 22 قرية شركسية. شركسية لما نقول من كل الفئات الشركسية، من الوبخ إلى القبردي إلى الشابسغ إلى الأبزاك إلى الشيشان، يعني من كل المجموعات الشركسية، حتى من القشحة اللي هم الأساتين. فكان في عدد كبير جدا من المصابين، يعني حوالي 100 وفاة حصلت في هذه القرى الشركسية. فالاستجابة اللي أنا شفتها من المجتمع الأردني بالذات كانت تفوق الوصف، بحيث أنه تم يعني من اليوم الأول أو اليوم الثاني. طبعا إحنا لأنه في عندنا ولد هناك استجبنا، كانت بنفس يمكن بعد ساعات من الموضوع بلشنا نبعث تبرعات من العائلة ومن الأصدقاء المقربين. بعد فترة صار في نوع من التنظيم لهذا الموضوع، وصاروا يستقبلوا التبرعات من الخارج، واللي منهم احنا كمان من المجتمع الشركسي في الأردن، بواسطة ترتيبات معينة تدخلت فيها الدولة التركية. فلما جمعية في مدينة أنقرة اللي برأسها ابني بسلان بكل فخر بحكيها، تبعت 55 شاحنة محملة، شاحنة بكسر ترين لهون مش شاحنة صغيرة، فيها من جميع المستلزمات اللي قد يحتاجها الإنسان اللي خرج للتو من الزلزال، من الخيام، من الألبسة، من المواد الطبية اللي لازمة في مثل هاي الحالات. يعني كل شيء ممكن يحتاجه الإنسان كانت أيدي الشركس ممدودة للمحتاجين بشكل لم يسبق له مثيل، سواء من الداخل التركي أو منا إحنا اللي عايشين في البلدان الأخرى. فهذه الأزمة الواقع علمتنا شيء كثير جدا. وأنا بالذات حاليا باعتباري مخطط مدن بلشت أشتغل مع الشباب اللي تخرجوا معي من الجامعة في تخطيط المدن، بحيث أنه نعمل مساهمة في إعادة تخطيط المدن اللي تدمرت بالزلزال، لأنه في محلات في هذه المدن اللي هي محلات الشروخ الزلزالية أو الفوالق الزلزالية لا يمكن إعادة البناء عليها، يعني فنيا هيك بيقولوا علماء الجيولوجيا. فلازم يعاد تخطيط المدن بشكل كامل، ولازم يعاد تخطيط كل عمليات الإعمار، وإلا بتصير هذه المناطق، يعني في عندنا 22 قرية شركسية، هذول إذا أهلها هاجروا وطلعوا منها وما رجعوا، لأنه الحياة صارت بالنسبة لهم غير قابلة للاستمرار، راح يصير فراغ كبير جدا، فراغ ثقافي وفراغ من حيث هذا. وهدول الناس راح يضطر يعيشوا في المدن الكبرى عالية على المجتمع، لأنه مش كلهم مؤهلين أنهم يلاقوا شغل أو يلاقوا بيوت يسكنوا فيها أو يلاقوا يعني شيء يستمر لاستمرار الحياة. ففي هناك حوالي 100 وفاة، وفي هناك عدد من يعني الناس اللي كانوا تحت الأنقاض. فكثير من الأمور اللي احنا عشناها في هذه المرحلة خلال الأسبوعين الثلاثة الماضيات متوقع لها أن تستمر على الأقل لمدة سنة أو سنتين. فهذا بيخلي علينا مسؤولية كبيرة جدا. يعني مثلا أنا باعتباري عندي هوايات معينة، مثلا كتبت قصة قصيرة هيك عن شخص موجود تحت
يعني صحي ولا هو تحت الركام. فبلش يفكر، بلش يحاول يتعامل مع الموضوع، وبلش يفكر بعد الزلزال شو ممكن يصير حتى إذا خرج من هناك هو وين بده يروح. هو حط عدة بدائل وبلش يناقشها واحد من البدائل انه يذهب الى احدى المدن الكبرى، البديل الثاني انه يعود الى القفقاز، البديل الثالث انه يرجع يبني القرية اللي هو كان موجود فيها وش اسمه، مع انه هو ما شاف اشي لسه. هو كان نايم الساعة 4 الصبح لقى حاله تحت الركام وما بيعرف شو راح يصير، راح يعيش ولا مش راح يعيش. فكثير من الناس اللي موجودين في هذا الوضع راح يقدروا بدرجة كبيرة جدا المساعدات التي وصلتهم من إخوانهم في كل مكان. ولكن الأزمة بحب أكرر هون أنه لا تزال في بدايتها. شكرا. يسعد مساكم. أنا ما بدي أحكي كثير، يعني معظم اللي بدي أحكيه تفضل فيه أبو راكان يعني ولخصه. الحقيقة في إشي بيحكوه رب ضارة نافعة. فالزلزال اللي صار في تركيا وفي سوريا طبعا كلنا تأثرنا فيه وكلنا انزعجنا عليه، لكن إذا بنشوف شو عمل معانا إحنا وكيف لمنا بيوم وليلة مع بعض وخلانا نشتغل بإيد واحدة، فبيكون يعني أعطانا دفعة. إحنا كهيئة إدارية كنا عم نخطط إلها، بدنا نشتغل بهذا الطريق، يعني كيف نجمع المؤسسات وكيف نجمع الفروع وحتى الأفراد، كيف كلياتنا نصير نشتغل إيد واحدة. وكنا نحكي في هذا الموضوع باستمرار. سبحان الله ربنا يعني خلانا بسرعة نبلش بهذا الموضوع من حملة إغاثة اللي كانت استجابتها فورية. بمجرد ما اجتمعنا أول ليلة الزلزال إنه اجتماع طارئ، والاتصالات تليفونية كانت مع كل الفروع والمؤسسات، الاستجابة فورا كانت من ثاني يوم، وصار شغل منظم من أول دقيقة صراحة. فأنا بشكرهم جميعا باسمي وباسم الهيئة الإدارية وباسم المجتمع الشركسي كلياته. واللي بحب أوصله بس إنه في إحدى جلساتنا حطينا إنه توصية بأن تكون هذه اللجنة هي نواة للجنة الطوارئ المستمرة والدائمة للمجتمع الشركسي كامل. طبعا بعد ما نخاطب هاي المؤسسات ممكن يضيفوا ناس، ممكن يعني يعدلوا عليها هم نفسهم اللجنة يكملوا ويستمروا. ومش مهم شو اسم اللجنة، لجنة أزمات، لجنة طوارئ، لجنة كوارث، مش هذا المشكلة. المهم إنه نشتغل سوا، ونشغل كل اللي عندهم تخصصات وشباب والدفع الرباعي والمتطوعين والفروع واللجان، كلياتنا نكون خلية نحل واحدة في مصلحة مجتمعنا الشركسي. بس يعطيكم العافية. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. أنا ما بدي أطول، بدي أحكي إذا ناويين جد تسووا خطط طوارئ وتمشوا عليها بتعاون معك، وأنا عندي خبرة شوية في إدارة خطط الطوارئ وتصميم خطط طوارئ في وزارة الداخلية على مدى 30 سنة، وإدارة غرف العمليات وتصميم. وبال 2014 كمان كنت أنا مستلم من 2012 زي ما كان الأخ أحمد أبدا مستلم إدارة الأزمات عندكم، أنا كنت مستلم الملف السوري في وزارة الداخلية ومخيمات اللاجئين. فرحنا زيارة لتركيا وطلعنا على تجربة تركيا في إدارة شؤون اللاجئين، مخيماتهم في على غازي عنتاب رحنا. وكان رئيس الإيفاد، رئيس مؤسسة إيفاد هناك واحد شركسي تركي طبعا هو، بس شركسي تعرفنا عليه ولفينا على 4-5 مخيمات هناك، وصار أخذنا دورات عن كيف تبني مخيم لاجئين خلال 20 يوم. المحافظ هناك ببني مخيم لاجئين خلال 20 يوم، يوفروا له كل الإمكانيات ببنيه هو.
فورجونا الامثله كيف باني المخيمات اللاجئه. على كل، اذا انتم بدكم تسووا هون بالجمعيه خطه طوارئ تتكامل مع كافه السيناريوهات المتوفره او المتاحه اللي ممكن المحتمله، انا بساعد ضمن فريق من جماعتكم، بساعدهم بحكم خبرتي اذا بدكم طبعا. واذا بدكم اداره غرف العمليات انا عندي خبره فيها. وبالنسبه للمحاضرات تبعت دكتورنا حبيبنا، انا بعطي محاضرات عن اداره الازمات واداره الازمه والتعامل مع وسائل الاعلام في وزاره الداخليه. كان في برامج تاهيل وتدريب للحكام الاداريين، انا بعطي هدول المحاضرتين اللي هي اداره الازمات بشكل عام، وبعطي اداره الازمات والتعامل مع وسائل الاعلام. فاذا بدكم تسووا كمان تاهيل وتدريب للناس الموجودين انا جاهز اني اساهم في شيء. وشكرا. الحقيقة الواحد ما في غير يكون فخور إنه جزء من هذا المجتمع، مع كل هاي الخبرات ومع هذا التكاتف والتضافر اللي عماله بنشوفه. أنا ما بدي أقول أول مرة، بس بدي أحكي إنه هذا زي ما حكت الأخت نورما والإخوان، إنه هذا بدنا يكون مستمر. وبشكر كمان الأخ رائد لأنه أشار لموضوع الأزمة وربطها بمفهوم او على الاقل بالناحيه السياسيه. وانا هون يمكن حابه احكي انه طالما الكل موجود هون وطالما كل المؤسسات يعني موجوده ممثله، مهم جدا انه يعني في باب التجارب اللي احنا عشناها خلال الفتره الاخيره، خاصه يعني يمكن على سبيل المثال فيما يتعلق بالانتخابات البلديه، شفنا انه احنا كيف فزعنا باخر لحظه وبلشنا ندور مين بدنا ننزل مرشحات وشو بدنا نعمل وكيف بدنا كمان نكون جزء من عملية صنع القرار. وأنا بعتقد إنه هذا الإشي كمان ممكن، ما بدي أقول بوصل لمرحلة أزمة، لكن أنا بعتقد إنه كتير مهم إنه نشتغل على موضوع التوعية السياسية. هذا كمان جزء لا يقل أهمية عن كل المواضيع اللي مهمة جدا نحكى فيها اليوم. مهم جدا كمان نشوف في أكثر من مؤسسة، في أكثر من لجنة داخل المجتمع تعنى بهاي القضايا. مهم جدا إنه هاي المؤسسات واللجان كلها تتضافر مع بعض وتشتغل على هاي القضايا. إحنا كمان مهم جدا جدا إنه إحنا نحترم الحمادات اللي كانوا موجودين عندنا وما زالوا موجودين عندنا، اللي كانوا جزء من صنع القرار. وبموجب هاي العملية صنع القرار ونكون احنا جزء من عملية صنع القرار، كان في كتير من الامتيازات اللي احنا والمكتسبات اللي احنا قدرنا نحافظ عليها كجزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني. هلا احنا كلنا بنعرف انه في تغييرات عمالها بتصير بموجب التغييرات على قانون الأحزاب والانتخاب. بعد فترة من عدد من الدورات 3 احنا رح يصير تمثيلنا وإمكانية أن نكون جزء من عملية صنع القرار بموجب وجودنا وانخراطنا بالأحزاب. أنا اللي بحكيه بقوله جدا مهم نشتغل على موضوع التوعية بالمرحلة الأولى، شبابنا بناتنا، لأنه بعد 3 دورات مش رح يكون الشخص اللي موجود بصنع القرار إن لم يكن منتسب لأحزاب سياسية ما رح يقدر يخدم ويحكي بنفس المجتمع الشركسي. ومين أقدر يحكي بهمومنا وتحدياتنا أكثر من أبنائنا وبناتنا؟ فهذا كتير مهم جدا، يعني لا يقل أهمية. بعرف إنه كل المواضيع اللي اليوم انحكت لا تقل أهمية، لكن أنا عم بقول إنه ما بنوصل إحنا لمرحلة أزمة سياسية، وأنا ما بحب أعرفها بأزمة سياسية، لكن أنا اللي بقوله إنه ضروري جدا نشتغل على موضوع التوعية السياسية لأبناء وبنات مجتمعنا كافة. وشكرا لكم. مساء الخير. قلنا تعالوا هنا وما بتخلونا نحكي، بنحكي. الله يخليك لك، مش راح اطول عليكم. النقطة اللي احكي فيها بموضوع الازمات كويسة، بس لتغيير الجو يعني بس بدي احكي حادثة صارت معنا في مبادرة فيكم الخير.
قبل حوالي بجوز بال 2010 2011 اثناء رئاستي لنادي الجيل، اجى الدكتور موسى العودات، ما بعرف اذا بتعرفوه، في بعض الاخوان بيعرفوه، هذا كان مدير الانديه وزاره الشباب. فقال انتم كمجتمع شركسي يعني غير، ويا ريت اذا بصير عندكم مناسبه انكم تعزموا رئيس المركز مجلس الاعلى للشباب، كان الدكتور احمد مصعب. فصدق انه هذاك الاسبوع كان في عندنا حمله لمبادره فيكم الخير وبدنا نجمع طرود، فناديناه على نادي الجيل، كان يوم جمعه. فالقاعه هاي قاعه نادي الجيل كانت مليانه مواد تموينيه، واجت سمو الاميره ريم العلي كمان حضرت على اساس تساعد معنا، وكان في بجوز هي حميد بيعرف فوق ال 200 او 250 شاب وصبيه بيشتغلوا عم بيعبوا الكراتين. واجت الاميره سمو الامير ريم، واجت الدكتور احمد مصاور والدكتور موسى العودات. هلا القاعه كانت كلها مليانه مواد تموينيه وكراتين، وفي طاوله اصغر من هاي محطوط عليها حلبه ولقم، على اساس انه بس يخلصوا انه ياكلوا اللقمه. بعد ما خلصنا كل الشغل ناداني الدكتور موسى، بقول لي انتم الشركس غير. قلت له كيف غير؟ قول لي يا زلمه غير، انتم شعبكم هذه الجينات اللي فيكم يعني بتميزكم. قلت له شو يعني؟ انا مش فاهم عليك. قال لي انا مش مستغرب انه قدرتوا تجمعوا هالعدد الكبير من الشباب والصبايا بين 10 سنوات زي ما تقولوا هذا، وعم بيشتغلوا بكل اخلاص. بس اللي استغربته انه صار لي ساعه بتطلع على الطاوله ولا واحد من الصغار مد ايده على حبه هلم. قال لو عندنا الناعور هذا والله ما خلوا حبه على الطاوله. فاحنا برضه الشباب يعني الشركس احنا غير، ولازم نركز على هاي الصفات اللي كويسه اللي فينا حتى نظهر بشكل احسن. النقطه اللي بدي اجي عليها موضوع الازمات. احنا لما بلش الربيع العربي اظن قبل 6-7 سنوات كان في حراك الشركسي الاردني، بعض الشباب دعوا لاجتماع عملناه بجمعيه اصدقاء الشركسي القفقاز، انه نتدارس شو بيصير اذا زي ما صار بسوريا لا سمح الله صار بالاردن، وشو بده يصير بمجتمعنا الشركسي، وكيف نقدر نتصل مع بعض، كيف نقدر نتواصل، نحط خطط. وهذا طبعا هذا الاجتماع فشل وما حد تابعه، لانه تشخصن انه مين دعا للاجتماع ومين حضر ومين هذا. فهلا اللي بتمناه انا وباكد على اللي حكى اخونا احمد ابدا، انه نعيد لجنه الازمات تحت مظله الجمعيه الخيريه الشركسيه، ونبلش بالشغل اللي بلشناه قبل كم من سنه، لانه ما تعرف شو راح يصير معنا احنا كمجتمع شركسي. لازم نحط خطط زي ما حكى اخونا سند حاري، لازم نحط سيناريوهات انه لا سمح الله لا صارت ازمه، بغض النظر ايش نوع الازمه، انه شو الخطط اللي موجوده عندنا، شو السيناريو، كيف لازم نتعامل معها. يا ريت هي رئيس الجمعيه موجود، انه هاي لجنه الازمات ترد تنعاد، وهي ما شاء الله عندنا خبرات كبيره نشتغلوا فيها، ويعطيكم العافيه. مساء الخير جميعا. اول شيء بحب اشكر الجميع اللي شاركوا باداره الازمه واللي تفاعلوا معها وقاموا عليها بالفعل، هو مفخره والله يعطيهم العافيه. وبدي احكي ملخص، لكن بدي احكي زي ما بقولوا بمصطلح او بتعريف، يعني بمعنى مثلا اول شيء الاتحاد قوه، ثاني شيء نوسع ايش معنى مصطلح ازمه، الثالثه مين هم الشركاء، والرابعه ماذا بعد. بمعنى لما بنيجي نقول الاتحاد قوه، اللي صار وقت اداره الازمه هاي بالفعل هو كان اول دليل على موضوع انه بالفعل لما الناس تتكاتف مع بعض وتشتغل مع بعض توحد جهودها بكون الهدف واحد، بالفعل بيكون في نجاح. فدائما هذا شغله ضروريه نشتغل عليها كلياتنا، ونترفع عن خلينا نقول اذا الواحد هو قاعد بمؤسسه معينه ويفكر باجماليه المجتمع بشكل عام.
الشغله الثانيه لما نتوسع بمعنى مصطلح ايش يعني ازمه. مضبوط، احنا هاي هي ازمه، لكن هاي ازمه ناتجه عن كارثه طبيعيه، وضروري يكون في عندنا زي ما بقولوا بروتوكول ولا SOPs على موضوع ادارتها وكيف التعامل معها ومين هم الشركاء. لكن بنفس الوقت كمان لما نتوسع احنا في عندنا ازمه اقتصاديه، في عندنا ازمه اجتماعيه، في عندنا ازمه ثقافيه، في عندنا ازمه اتصال وتواصل بين جميع المؤسسات. وهاي فرصه يمكن هلا انه يصير في تنسيق اكثر، يصير الناس يقعدوا يحكوا مع بعض اكثر، ويصيروا كل مؤسسه ايش في عندها زي ما بقولوا قدرات تحاول تجمعها وتواكبها كلياتها مع بعض لخدمه المجتمع والمصلحه الاكبر. يعني ما اظن في اي مؤسسه بتتعارض لما بتقعد مع المؤسسات الثانيه من ناحيه الغايات، بقدر ما هي بالعكس هم بيكملوا بعض اكثر من ما انهم لا سمح الله بتعارضوا. بعدين لما نيجي نقول من هم الشركاء، الشركاء هم اكيد الاخوان وكل المؤسسات والمبادرات اللي شاركت وقت الازمه، لكن كمان بنفس الوقت في عندنا بقيه المؤسسات. ممكن نيجي نقول والله عندنا النادي الاهلي، النادي الجيل، المؤسسات الشركات الربحيه والغير ربحيه اللي هي يعني يملكها اشخاص الشركس، وكمان الادارات العامه والهيئات العامه تبعتها. كلها غاياتها بالنهايه لما بنطلع عليها بتصب بنفس الطريق، لكن هي مجزأة. هلا اكيد كل واحدة عندها زي ما بقول المانديت تبعها على اساس بدها تخدم خلينا نقول الشركاء تبعونها او الهيئة العامة تبعتها، لكن اكيد في تقاطعات، فلازم يكون في ترتيب مع الكل انهم يقعدوا مع بعض ويلاقوا آلية ليشتغلوا مع بعض. طبعا هلا زي ما بقولوا الطموح كثير كبير وهذا الهدف الاسمى، لكن إذا بدينا ناخذ خطوات متواضعة بالاتجاه هذا يمكن، وأكيد هذا حكي مش بده سنة وسنتين، بده شغل أكثر، لأنه أنت بتتعامل مع أشخاص كل ناس في له مثلا غايات معينة، بدك تواكب الفكر مع بعض، نصير نتفاهم مع بعض أكثر، نحترم بعض، ننسق بين بعض، بده وقت وبده جهد. بعدين لما نيجي نقول ماذا بعد، لازم يكون في مخرج. يمكن مش ما راح يكون إنه والله بنروح الليل وبعد يومين ثلاثة بيطلع وثيقة ايش بده يصير. راح تضلها ورك ان بروجرس، راح تضلها دائما تتطور، لانه في كثير تفاعلات وتداخلات ديناميكيه على كل شيء عمالنا بنساويه. زي ما حكت الست خلود قبل شوي موضوع الاحزاب، هلا لما نيجي نقول الاحزاب هاي مش معناته انخرط بالعمل السياسي، بقدر ما هي في للشركه مكتسبات بدك تشوف الاليه كيف تحافظ عليها وكيف تتعامل معها، وهذا بده وقت كمان. فكل هذا الحكي مع بعض هي أكثر نطلع على بناء خلينا نقول يعني الأهداف، ونحط الاستراتيجية وخلينا نقول الرؤية اللي بدنا إياها، ونبلش ننفذ فيها شوي شوي. كلها هاي بتصير لما كنا نشتغل مع بعض، وبكون كمان حاطين أهداف واقعية، مشان زي ما بقولوا ما تحطش كثير وبعدين يصير في خيبة أمل لا سمح الله إنه صار ولا ما صار. لا، لازم نكون واقعيين وقادرين على الإنجاز، لكن اللي بده يصير بفترة معينة لازم يصير. وإن شاء الله زي ما بقولوا يمكن التواجد اليوم يمكن ما بدناش نقول والله لازم يكون في 1000 واحد، أنت بدك بدال 1000 إذا في عندك 10 إفكتيف بكفوك ال10. فلازم يكون في خلق لنواة كلياتها تتعامل مع بعض. الأخ سامر لما حكى على موضوع كيف هم عندهم 60,000، لازم نرتقي بكل مؤسساتنا وبكل المبادرات اللي عندنا، ننقلها لليفل ثاني اللي هي تصير تعمل كأنها مؤسسة ويكون فيها ديمومة. لازم نفكر كمان بموضوع التعاقب اللي هو السكسيشن، انه والله هلا مثلا انا بدي ابون على احمد، بقول والله احمد هلا مسؤول عن اداره الازمات، طيب هلا احمد بكره تعب وقال لك زعل، مين بده يديرها بعد احمد؟ فلازم دائما يكون في صف ثاني نشتغل معه. ياسمين ما شاء الله عليها ما بعرف وينها، بالفعل اشي مفخر لما بتحكي عن الشباب. احنا في حلقه كثير ضايعه عنا اللي هي التفاعل تبع الشباب معنا. انا بتوقع هدول بس سلمهم طرف الخيط وراح يركضوا، يمكن ما راح نقدر نلحق وراهم. ففي شغل كثير علينا كلياتنا. الله يعطيكم العافيه ومساء السلامات. الكل ما شاء الله ما قصر وحكى باللازم، وخطط كبيرة وخطط بعيدة وخطط قريبة. بس أنا هلأ بدي أحكي إشي غير عن موضوع الأزمة. أنا في عندي تساؤلين للجنة التكافل، إنه هل يوجد بدائل لمساعدة الأسر التكافل بدل ما إني أضل دائما تبرعات؟
أنا بأهل هالمستفيدين وهالشباب وبرشدهم وبهيئهم وبخليهم غصب عنهم يروحوا لأعمال معينة، لورش معينة، لتدريب معين حتى يشتغلوا فيه. وإذا ما عجبه أنا بدي أحرمه من التكافل، لأنه في فرص. وأنا بعرف إنه بعض المواقف صارت هاي مع لجنة التكافل، ودوا له شغل ما بكفيني هالدخان، بلاش يكفيك دخان، ما بدك بدي أقطع عنك التكافل بالمرة حتى أهلهم ويصيروا يشتغلوا غصب عنهم. ثاني إشي، لما يكون أنا بدل ما هالوديعة المحطوطة في البنك، مع إنه هي المفروض دائما تنصرف لأنه حسب الشرع كل إشي بيجي لازم يروح، ما يضلش هون قاعد، بس يعني يكون في عندي مشروع مستدام حتى يجيب لي دخل، ما أضل أنا ألم من الناس وأخجل الناس ويلموا لي الناس حتى إنه أنا أصرف على أسر التكافل. وهذا المشروع المستدام بدير لي دخل، أنا بلاقي مشروع يناسب عدد كبير من المستفيدين من التكافل إنهم يشتغلوا فيه حسب الأنظمة والتعليمات لهذا المشروع، من غير ما هم يعني ياخذوا موقف مو كويس أو إنه ما يعجبهمش. أنا بدي أخليهم يشتغلوا في مشروع مستدام بدير لي دخل دائما للجنة التكافل. بعدين موضوع الأزمة اللي بدي أحكي فيه، إحنا حاليا بنعيش أزمة كبيرة اللي هي أزمة الجمعية الخيرية الشركسية المالية حاليا هي والفرع النسائي. أنا بدي حملة إغاثة للجمعية وموارد الجمعية. يعطيكم العافية. احنا حكينا أول شيء عن نقطة إنه عدم وجود صندوق خاص لحالات الطوارئ. اثنين، تغيير الإدارات في الجمعية ونظرة كل إدارة لطبيعة عمل اللجنة. هذا بتناسق مع كلام السيد سند إنه لازم يكون في لجنة مختصة زي لجنة التكافل لا تتأثر بتغيير الإدارات حتى تكون ثابتة وأفرادها دائما مؤهلين ومدربين على تم الاستعداد للتدخل وللحركة. عدم وجود خطة مدروسة معدة مسبقا للتعامل مع الأزمات عند حدوثها، برضه نفس النقطة حكيناها من قبل. عدم وجود أشخاص مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأزمات والكوارث وما ينتج عنها من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية. هلا ممكن أنا أقدم مساعدات، ولكن الآثار النفسية والاجتماعية هذه ما يمكن إحنا كأعضاء عاملين ما نقدرش عليها لأنها مش اختصاصنا، بدها اختصاصات مثلا مثل الدكتور تيسير بالدعم النفسي وشغلات زي كذا. عدم وجود قاعدة معلومات يؤثر سلبا على جودة خطة الطوارئ. قاعدة بيانات يمكن صار لغاية الآن 10 محاولات عشان إنشاء قاعدة بيانات لشركة الأردن كلها باءت بالفشل بدأت ولم تكتمل. شو السبب؟ هذا يمكن بده يكون في عليه علامة استفهام، إنه مش صعب مش مستحيل إنها تصير، لكن ليش مع ما تكتمل؟ هذا لازم نساويها. هلا خطة الطوارئ ما بعرف، يمكن الباشا وليد بيقدر يحكي فيها أفضل مني. خطة الطوارئ هي في لها مقومات وفي لها أساسيات. هلا خطة الطوارئ انه لا سمح الله بحاله مثل الكوارث والزلازل اللي صارت اللي هي احنا اماكن سكن العائلات. هلا اللي بتهد بيته او اللي بصير في خطر في منطقته ما راح يضل موجود، مش معقول بده يضلوش بالشارع، فلازم يكون في خطه اللي ايش اللي وين بده يكون. مثلا مؤسساتنا الشركسيه اللي ما تاثرتش بتكون ساحاتها مبانيها الجمعيه تكون اماكن تجمع من هالموضوع هذا. اثنين، زي ما حكينا احنا قاعده المعلومات اللي هو تعداد للانفس. احنا قديش عددنا؟ قديش عدد العائلات؟ قديش الاحتياجات اللي ممكن المفروض بالحد الادنى اللي اقدمها عشان اقدر اقوم بالواجب عند الازمه. الحاله الصحيه اللي هو وضع العائلات الصحي. هلا في عندنا احنا حالات خاصه، في ناس صحتهم الحمد لله تمام ما فيها شيء، لكن في حال الكوارث في ناس عندهم اصلا اعاقات وفي عندهم امراض بيحتاجوا لعنايه اكثر من ناس ثانيين. النقطه اللي بعديها عدم وجود متطوعين متدربين من غير اعضاء اللجنه، من غير اعضاء اللجنه اللي هي لجنه الطوارئ، انه ما فيش عندنا ناس اللي يشتغلوا مع لجنه الطوارئ مدربين ومؤهلين. احنا واجهناها في اعمال كثيره يعني، بس انه احنا تجاوزنا انه كان شغلنا سهل، ما كان شغلنا صعب زي اللي احنا متوقعين لا سمح الله انه يصير او اللي بنحكي عنه انه ممكن يصير. توفر موارد للمواد الضروريه مثل الغذاء والدواء واللباس. هلا بحاله الازمه هذه انا لما بدي إذا بدي أقعد أدور على الموارد وين بدي أجيب الأكل والشرب لجماعتي، فالموضوع راح يأخذ وقت طويل وراح يكون في مضيع للوقت وبجوز خطر على الأرواح. فالمفروض يكون في عندنا احنا موارد مدروسة ومعروفة ومحضر معها إنه في خلال الأزمة هذه في تحرك معين لازم يصير، مبشرات شغلات زي هيك أو مؤشرات اللي بتصير.
هلا توفير اماكن الايواء ومستلزماتها من خيم واضيه وغيره. هلا هذه كمان لازم نفكر فيها، لازم تكون موجوده في البال، ولا مزبوط ولا مش مزبوط؟ لانه هلا الناس اللي موجوده في الشوارع بدها تنستر، مش معقول تضلها موجوده في الشوارع كمان في حاله لا سمح الله صار شيء. هلا خطه مواجهه الطوارئ والازمات متطلباتها كثيره ومكلفه، منها على سبيل المثال اماكن تجمع والايواء، مستودعات، وسائل اتصال، وسائل نقل، مواد واجهزه تلزم لضروره العمل وطبيعته، تدريب للكوادر والمتطوعين، انشاء شبكه علاقات تخدم اهداف اللجنه سواء كانت المؤسسات المجتمع الشركسي او مؤسسات المجتمع المحلي او اجهزه الدوله المعنيه في هكذا حالات. هلا حدوث الازمه وعدم القدره على الاستجابه لها في الوقت المناسب راح يضاعف الخسائر وراح يعطل تحقيق الاهداف المرجوه منا احنا كمجتمع او كجمعيات او كمؤسسه شركسيه. وشكرا جزيلا. بس ملاحظات حبيت يعطيكم العافيه وشكرا على صبركم. يعني انا بس بودي احكي لما كقناه نارت طلبنا بانه نعمل هاي الندوه، طلبنا من لجنه الاغاثه المشتركه ومن الجمعيه، من الهيئه الاداريه للجمعيه، كان هدفنا نسلط الضوء على قضايا الازمات اللي بتصير واحنا مش مستعدين لها. فعليا انا بعتقد عندنا مجموعه كبيره من الناس الخبراء وفي عندنا لجان، وهذا الحكي كلياتنا شايفينه هذا، وكلياتنا هلا بنعرف انه لازم تتوحد الجهود. توحيد الجهود، يعني انا واحده من الامور اللي فعليا انبسطت عليها اليوم انه اكثر من واحد حكى معي وعاتبني زي ما الدكتور تيسير عاتبني. فعليا هم كمان بيشوفوا حالهم انه طب ليش ما دعيتنا؟ يعني الهيئه الشبابيه، المجلس العشائري، لجنه كبار لبركتنا، في جهات كثيره يعني ساهموا واشتركوا واحنا بنعرف انهم شاركوا، بس بقعده زي هاي القعده صعب انك تفتح المجال مره واحده لكل هاي الفئات انها توقف وتشتغل. احنا قناه تلفزيونيه، القناه التلفزيونيه بتعمل برامج، يعني ما وقفنا على هاي الندوه، ممكن نعمل ندوات ثانيه، بس انا بنهايه هاي الندوه كان الهدف اللي في بالي انه يطلع توصيات تقدم للهيئه الاداريه للجمعيه وتقدم للمؤسسات الشركسيه من خلال الناس، الجمهور اللي موجودين والمهتمين، هدول اللي بيقدروا يقدموا توصيات اللي يساعدوا فيها الجمعيات اللي مش بالضروره يكونوا مختصين هم كاشخاص في الموضوع الاغاثي. في ناس من برا جاهز يكون في اللجنه، وفي ناس من برا جاهز انه يبدي الراي. فانا بقترح من خلال قعده اليوم الكل تعب، ولكن بقترح انه يصير في قعده ثانيه لمجموعه من الناس المهتمين براوند تيبل ميتنج، مش بس اصحاب المبادرات، اصحاب المبادرات والفكر والتوجهات والخبره يعملوا راوند تيبل ميتنج، واحنا جاهزين نوثق دائما من خلال تلفزيون نارت، وبنبث اذا بدكم بنبثوا، اذا بدكم ما بنبث، اذا بدها تكون جلسه مغلقه. ولكن انا بعتقد لازم يكون في توصيات من الخبراء اللي توصل للهيئه الاداريه للجمعيه والمؤسسات الشركسيه. وشكرا لكم. تفضل عطوفة الرئيس. طبعا احنا ردك باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية جميعا. أول شيء نشكر القائمين على هاي الندوة تلفزيون نارت، لأنه دائما هم سباقين في المبادرات ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، راح ندعمهم دائما. نشكر لجنة الإغاثة والأعضاء اللي شاركوا فيها من جميع المؤسسات. أنا لما حضرت اللجنة طبعا أنا ما دخلت مع اللجنة أول مرة، لأنه حطينا مندوب هو كان المنسق اللي هو السيد رائد حبسن. أنا ما دخلت حتى أعطيهم فرصة هم يشتغلوا بدون وجود الرئيس، لأنه إذا دخل الرئيس بده يتدخل ويحكي هو من حالة حمادة ومش عارف شو. فأنا ما أعطيتهم، عطيتهم تمددت لهم وبس فتت مرة واحدة على أساس أشكرهم، وانبهرت في العدد الهائل الموجود. أول مرة بشوف هيك وجود، يعني ارتفعت معنويتي لما شفت الأعضاء من جميع المؤسسات. بحب أطمنكم بالنسبة للهيئة الإدارية، احنا قبل ما ننزل الانتخابات الكل كان يخوفنا، انتوا شو بدكم بهالشغلة؟ هذا عبارة عن مستنقع لا له أول ولا له آخر،
شو بدكم بهالشغل؟ والله غير تتبهدل، والله غير يمسحوا فيك الارض، مش عارف شو ايه. بس لما دخلنا وهنا بقى تقريبا صرنا فوق الشهر، احلى من هيك ما شفت جد. اللي لقيته، الاشي اللي لقيته انه في واجبات كثيرة فقط بدها متابعة. يعني واحد ينزل كعضو او رئيس يجي دوام جزئي ما بتنفع، بدك تداوم صبح ومساء. انا بداوم صبح ومساء، وغالبية الاعضاء بداوموا صبح ومساء، مش لحالي يعني. فهذا الدوام بيساعدنا على الانجاز لانه واجبات كثيرة. اعطيكم مثال، لو بدنا نحكي عن اراضي والعقارات تبعات الجمعية، بدك سنة تحصل على نتيجة. في قضايا مرفوعة لناس وفيها حكم لكن ما تنفذ، في قضايا عند المحامي لسه مش عارف شو بده يساوي فيه. هاي الأراضي لحالها، وفي ناس ما بيعرفوا شو الأراضي. أنا لغاية الآن لسه ما صليش، بدي أزور وما أعرف على الواقع. فهذا مثال على أنه نعم بيفكرونا مليونيرية، معانا مصاري كثير. المصاري يا اخوان لا تقطع الامل، لا تفكروا انه احنا ما يعني الوضع المالي. بشكر اول شيء ست سوسن على الدعم انه يدعموا الجمعيه صحيح، لكن الوضع جيد. اللي فهمته اذا انا مش غلطان، مدرسه حمزه ديونها سكروها، كان عليها ديون بنوا قاعه خلال وجود الدكتور تيسير لما كان رئيس مجلس أمنا، وراح غدر فينا واستقال ما قدر يكمل. هناك مبادرات كثيرة عندنا بالمجتمع الشركسي، أذكر منها هيك بس ليس للتحديد، لتعارف والشبابية. طبعا الدكتور النائب السابق منصور مراد كان مفروض يجي بس اعتذر مني وقال لي بقدرش اجي لانه عنده يبدو ارتباط وصار شو. مبادرة قامة، مبادرة كراكسي يعني. وفي ناس من مجتمعنا مش عاجبه كثرة المبادرات. إيه كل يوم بيطلعوا لنا بشغلة، لا خليهم يطلعوا وكلهم ناجحين. كل المبادرات اللي حكيت عنها ناجحة وبتقدم وبتفيد المجتمع. فإحنا ما بنشجع أي مبادرة جديدة غير المبادرات هاي إذا في مبادرات، لأنه الشركس خلاقين، بحبوا يقودوا، بحبوا إذا شافوا نقطة ضعف بحبوا يسكروا الثغرة. فإحنا مش راح نوقف في طريق أي مبادرة مستقبل راح يساعدنا ولا إقصاء. هاي كلمة أنا اختطفتها من النائب السابق منصور مراد، كان يطردها لا إقصاء. إحنا ما في إقصاء لأي جهة نهائيا. لجنة الأزمات اللي حكيتوا عنها، قبل لجنة الأزمات في موضوع بدي أحكي لكم إياه أنتم تفكروا فيه لأنه مش رح نتخذ فيه قرار. السوريين اللي عايشين بالأردن مهملين. إحنا بنرفع العلم الشركسي اللي يمثل كل الشركس، كل القبائل 12 قبيلة، وعالم موحد في سوريا وتركيا وأمريكا وروسيا وأي مكان. بيجي الشركسي على الجمعية السوري بقول أنا حالتي تعبانة، راتبي مش مكفيني. الجواب اللي بتوقع بيحكوا له إياه والله كان في لجنة أزمات وراحت للأسف ما بنقدر نساعدك. بالنسبة للأحزاب والعمل السياسي، أنا برأيي إنه ما بدنا نشتغل سلك. يعني خلال 5 سنين لازم يكون لنا حتى لو 5 سنين راح علينا المقعد مش مهم. إحنا التاريخ ما بوقف عند 3 سنين. إحنا من 2017 مجموعة 20 شخص أسسوا منتدى اسمه منتدى الحاكمية والحقوق، وما كان في فكرة اللي هسه تتحرك. فإحنا ما بهمنا مين صاحب المبادرة، بهمنا المبادرة جيدة وكلنا بنندفع وراها، إن كانت مبادرة من شخص أو من جهة. ما بدنا إحنا كجمعية نستأثر نقول والله إحنا جمعناه، والله إحنا لا، ما بهمنا. بهمنا نعمل خير، لأنه أي شيء بدهم يقولوا الشركس، حتى لو الجمعية سوتها أو أي جنادي
بدهم يقولوا الشركسة، فإحنا بنشتغل للشركس. أنا ما بشتغل للجمعية، إحنا جماعة بجوز نقعد 3 سنين وبعدين بده يجي جماعة غيرنا ما بتعرف شو الظروف، فبتضل الاسم الدائم اللي هي الجمعية أو الشركس. نأمل من الجميع إنه يتعاونوا معنا، يدعمونا، مش يتعاونوا بس يدعمونا. إحنا بعاجة للدعم، إحنا مش مكتفين بقوتنا. اللي بيقولكوا إحنا مكتفين لا، غلطان. إحنا بدون دعم المؤسسات إحنا لا شيء. في ناس بتقول لك إحنا لا، أنا صريح من أول يوم وسأبقى صريح معاكم. وهي أنا فتحت جروب خاص لرئيس الجمعية، خاص وليس رسمي، شخصي، بعطيكم أول بأول وقاع اجتماع وأي أخبار مشان أكون صريح معكم، وأي سؤال على الخاص بجاوب عليه مش يعني. بالنسبة للمقترحات اللي اقترحها الأستاذ أحمد مشكورا وسند ونجو كلكم والست خلود، أنا راح أقعد لأني متفرغ، فلذلك يعني آخر كلمة راح أقعد مع كل الناس اللي حكوا على انفراد ساعة ساعتين يوم يومين على دفعات مشان أخذوا الفكرة وأسجلها وأناقشها. يعني هو أخذت أنا نقاط، لكن تحتاج إلى تفعيل، مش بس نسمع. وإن شاء الله. والمشكلة حكيتوا عن الصناديق، في عنا عدة صناديق عم بتحير المواطن الشركسي. صندوق الطالب، صندوق التكافل، صندوق الدينار، صندوق الدفع الرباعي، وفي صناديق، وفي ناس عندهم صندوق دينار بيشتغلوا فردي من اهتمامهم. فلذلك الموضوع مش سهل، بده جلسات زي ما تفضلتوا حوارية دكتور باسل كثيرة. وأنا بشكركم على هاي المبادرة اللي دائما تجمعونا، وإحنا جاهزين قاعاتنا شغلنا ووقتنا كله مشان نكون معكم. شكرا لكم جميعا. هي عبارة للتفاؤل. بداخل كل صعوبة نواجهها تكمن فرصة أو فائدة متساوية معها أو أكبر. شكرا جزيلا لحضوركم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما نلتقي على المحبة والخير. يعطيكم العافية. شكرا.